الحلقة دي من كتر جمالها مش عارف أعمل لها مقدمة اللي تستحقها. حلقة اتعلمت منها كمية حاجات غيرت لي حاجات كتيرة أوي في حياتي. علشان تعرفوا جمال الشخصية اللي تسمعوها دلوقتي هسمعكوا جزء من فويس نوت بصوت حسن، وردوا عليا بعد ما قلت له رأيي أول ما اتفرجت على الحلقة. There is nothing يعني greater than ان انت تحس ان انت ممكن تكون يعني أثرت فاهم بمليم في حياة حد يعني فاهم على الأقل، يعني دي حاجة عظيمة جدا. والله بص يعني الابيزود دي it's made from love أو يعني with love وانت فاهم انت عارف القصة كلها يعني فاهم، وهي يعني انا جاي فاهم واخد نية وجاي بنية ف احنا ملناش ايد فيها يعني، عارف يقول لك الحاجات دي هي ماشيه كده واذن، يعني احنا فاهم احنا بس راكبين العربيه بس مش احنا اللي سايقين يعني هو ده كله متساق وكله يعني في فضل يعني. فربنا يتقبل ويعني لعل زي ما انت قلت دي توصل لربع واحد وتأثر في حد. وبص يعني انت بتقول الحمد لله، والحمد لله ان الواحد بقى فيها حواليه ناس فاهم. انت بتعطل انا بفكرك، انا بعطل انت بتفكرني، هي دي يعني هم دول. بص يعني دايما بقول هو دول الناس اللي انت محتاج الواحد يبقى محتاج يكونوا موجودين في حياته فاهم. انا عايز حد لما اعطل يزقني زقه، مش لما اعطل يغرقني فاهم. ادعي لي معاك اي كل ما تفتكر اي حاجه ادعي لي بس يا رب تبقى حاجه جميله وتوصل للناس وام ريلي هابي انها يعني تريزونيتد معاك. حلقة بعنوان الحمد لله على الحمد لله. حسن الشافعي، تعالوا نسمع قصته. أنا شادي شريف وده جي توكس. حسن يا دودي، أنا عارف إن أنت بتخاف من حسن دي، بتحب سونسون أكتر صح؟ سونسون لذة عشان حسن دي على طول في مشكلة على طول. طيب خليني أقول لك كده إن أنت عارف إحنا نعرف بعض من زمان، بس عمرنا ما كنا اللي هو بنكلم بعض كل يوم، ودايما كان بيبقى عندي أسئلة كده كتيرة بس ما جاتش فرصة إن أنا أسألها لك، فأنت دلوقتي مفيش أحلى من كده فرصة. بالظبط. بس لو رجعنا ورا شوية أنا وأنت كده، أنا عرفتك في فترة زي ما بيقولوا كده كان في عز سن الشقاوة يعني. وكان حسن ساعتها دي جي وبيعمل مزيكا. أنا عرفت معاك يعني إيه تعمل مزيكا، كومبوز مزيكا، عملت تراك كان كسر الدنيا في مصر وبره. وبعد كده حسن اختفى، بعد كده حسن ظهر تاني، واحد تاني خالص هنتكلم عليها بعد شوية دي. بس خليني أقول لك رأيي فيك عامة يعني. دايما بشوفك راجل very talented، موهوب جدا في اللي انت بتعمله. فيك ميكس كده غريب، ميكس الفنان بكل الحاجات اللي بتبقى فيه، حتى بقى ان هو يعني very sensitive very sincere، بني ادم decent very disciplined، وفي نفس الوقت تحس كده فيك صرامة معينة زي ما بيقولوا كده شديد، ممكن تكون على نفسك قبل ما تكون على الناس. لما قعدت بقى دعبس بقى وراك اكتر حاجات اللي انا عمري عارف لما تاخد حد انت بتصاحبه زي ما هو كده، بس لما تبص وراه عايزك تقول لي نشأتك، بالذات لما انت تكون في وسط بيت الوالد دكتور أكاديمي، الجد عسكري نائب عبد الناصر، الأم جاية من عيلة أرستقراطية جدا، تلعب بيانو في نفس الوقت حافظة القرآن كله. البيت ده أثر عليك ازاي؟ إيه اللي حصل كون بقى شخصية حسن؟ بص هو تصحيح انا ابويا مش دكتور، بس هو ابويا في الأكاديمي يعني. في المجال الفاينانس بس يعني الفورمه فاهم قصدك بتقول ايه. بص انا يعني اول حاجه ام هامبلد يعني انا اسمع الكلام ده و يعني فكره ان انا اقعد يعني اتكلم على حاجات حصلت لي او جزء من حياتي، ده شيء انا يعني
ما بحبوش، او انا طول عمري عندي مشكله كبيره معاه، وعلى طول awkward space بالنسبه لي في حته. يعني بالعكس انا انجوي ان انا ابقى بتكلم على مليون الف حاجه تانية عن عملت ايه وما عملتش ايه يعني. اوكي. بس حياتي كانت from day one it's all about music، ده مليون في المية يعني. انت كام سنه تقريبا؟ مش فاكر، بس من اول ما افتكرت يعني من وانا طفل، يعني من وانا طفل كان انا دي فاكرها كويس قوي. كان دايما كان عند جدتي upright piano كده موجود، وكنت دايما انا اتسحب كده واروح العب عليه، سيب الاكل واسيب الغداء على طول، انا اللي هربان طول الوقت. و يعني اعتقد دي كانت بدايه انه موضوع المزيكا ده مش حاجه، يعني مش حاجه كده اون ذا سايد او حاجه هوايه، او في حاجه شداني بشكل غير عادي يعني. بس وبعد كده اهلي يعني ديفنتلي حسوا ان في حاجه في حاجه غلط. ف يعني انا خلاص يلا كله احنا بنلعب رياضه، بتلعب مزيكا، بتتعلم مزيكا وهكذا، وقالوا لنا يلا نتعلم مزيكا كلنا، انا واختي وقرايبنا يعني كذا حد. فاكر رحنا سنتر او حاجه كده، طبعا كله خلع وانا كملت يعني. فانا لا خلاص اوبسي في ايه يعني، الموضوع ده يعني سيريس يعني. اوكي. واهلي كانوا مهتمين جدا بالموضوع ده، واخدوا ستيبس يدوروا ويسعوا ويسالوا طب يعمل ايه، نروح فين ونيجي منين. وفاكر ان وقتها وصلوا لمشير عيسى. مشير عيسى هي من يعني بيانست من اهم الميوزيشنز والبيانست الموجودين في مصر وبره مصر. وكنت محظوظ جدا ان انا اتعرفت عليها، وكانت بتدرس، وابتديت ادرس معاها، اذاكر معاها يعني من اول السطر كده كلاسيكال. هي اللي تعلمك؟ يعني مشير ليها فضل كبير قوي عليا من انا اول ما اتعلمت. ومش بس كعلام، انا طول عمري في شخصيتي شخص متمرد يعني، حتى في المذاكره يعني بالمذاكره قاعد اذاكر بقى كلاسيكال، وانا على طول الوقت عايز اهرب، وعايز ان انا ابقى شغال على حاجات بتاعتي انا اون كومبوزيشن يعني تاليف وكانت مشيره الصراحه دايما طول الوقت تزقني في الحته دي وتشجعني في الحته دي، ويلا واعمل وكانت دايما بتعمل كل سنه يعني حفله للناس اللي بتذاكر معاها زي ريسيتال كده يعني. كنت دايما اروح العب، طبعا لازم العب حاجه يعني معروفه للناس، حاجه مذاكرها معاها. ودايما تخليني العب حاجه من الحاجات اللي انا اعملها وانا صغير بقى. وطبعا انا بطجن تماما يعني عندي مش فاكر كام سنه، وبس طول الوقت يعني عندي فكره انه عاوز يعني ابني حاجه جديده عن اني اعمل حاجه. كان بالنسبه لي المزيكا كلها فكرتها ان انت سبيس كده بتطلع حاجه عن طبعا اوبسي فكره ان انت از ميوزيشن انت تلعب انتربريتيشن لحاجه من الحاجات دي، ده حاجه مش سهله ابدا يعني. بس بالنسبه لي فكره ان هو يور اون اكسبريشن، انت عاوز تعبر عن نفسك حتى لو التعبير ده صوته مش حلو، بس انت عايز تعمل بس هو انا اهلي كانوا يعني ساعدوني بشكل غير عادي يعني. ما احنا اهلي ما لهمش علاقه ما فيش حد في العيله مثلا في المزيكا او في المجال ده خالص. بس كان في مامتك كانت بتلعب بيانو، جدتك كانت بتلعب بيانو، بس ما حدش خدها بروفيشنال لا يعني. خالص. البيانو ده زي بتلعب تنس يعني، قصدي حاجه زي ما اي حد يعني هوبي يعني، مش حدش واخدها شغل او حاجه ابدا يعني، ما حدش في الفيلد خالص ابدا يعني. فكانوا ممكن جدا كان يعني عامه الحاجات دي بالنسبه للي مش في المجال ده خلاص ابنك يقول لك عاوز ابقى في كوره هتخاف لو انت يعني لا انت مش عارف او مش فاهم فبالعكس هم قالوا لي طير بس ذاكر وخلص دراستك وخلص شهاده واللي انت عايزه اعمله وذاكر مزيكا واعمل بس لازم دراستك هتخلص. وانا احترمت ده وخلصت، بس طول الوقت انا ماشي في المشوار ده يعني. بس تاني السؤال اللي انت هربت منه شويه ده لا قول لي الميكس ده
اللي أنا شايفه في شخصية حسن ده هو قد إيه في الحتة بتاعة he's an artist بكل بقى زي ما باقول لك كده المعاني بتاعة الart في حتة كده عنيف على نفسك. بُص أنا كل حاجة وعكسها، إمم، أنا دي خلقتي كده، إمم، وحتى في الحاجة اللي أنا باحب أعملها، يعني قصدي أنا طول الوقت عندي يعني باحب أعمل حاجة فيها challenge وباحب أعمل حاجة فيها حاجات عكس بعض، وأعمل حاجات مش يعني الأوقع إنك تقول الحاجات دي مش هتليق على بعض أو مش هتركب على يعني أنا طول الوقت عندي حاجة بتزقني في الحتة دي، مش عشان حاجة غير إن ده reflection لحاجة جوايا، إمم. إن أنا عندي خناقات كتير بتحصل جوه دماغي، ودي متخيل. قصة حياتي يعني، دي قصة حياتي إن طول الوقت عندي شَد من هنا وشَد من هنا، ولكن الحقيقة كلّها والصح وفي وجهة نظري يعني آمم، آمم، إن إن أنت توزن، وإن أنت تفهم يعني إيه معنى الوسطية، لإن كلمة الوسطية ده معنى الناس غرقانة فيه، وناس كتير بتفهم إن الوسطية هي إنك تُقف في نُص السلم، إمم، ترقص على نُص السلم زي ما إحنا إمم، بنقول بالمصري، وده غير حقيقي. إمم، مرّة واحد قال لي معنى عارف لمّا حد يقول لك جملة أنت عارفها بس عملت إمم، كده، إمم، قال لي: "أعلى نقطة أو قمة الجبل هو وسط الجبل، أعلى نقطة في إمم، الجبل إمم، وسط الجبل، أعلى نقطة." إمم. وده السر، الوسطية قمة الجبل هي الوسطية، هي دي هي الوسطية دي. الوسطية هي القمة، آه، مش مش في النُص بالضبط، لأ، آه. يعني الشجاعة هي الوسطية، هي القمة، إمم، هتزيد عنها وهو ده إن الواحد بيطغو تمام، فأنت اللي هتبقى بلطجي. إمم، هتنزل عنها إمم، هتبقى إنسان جبان. إمم، الكرم هو الوسطية، هي أعلى نقطة في الجبل، أكتر من كده هتبقى إنسان مسرف، أقل من كده هتبقى إنسان بخيل وهكذا. إمم، ف فأنا عندي الإكستريم ده مرعب، يعني إمم، طبعًا وأنت صغير ما عندكش البوصلة، إمم، فأنت طول الوقت بقى بتتعلم السواقة بقى، فأنت صح، بتخش وتخايش في الحتة دي وتخش إمم، وتخايش في الحتة دي لغاية ما العربية إمم، اتدغدغت يعني. صح، ما حدش بيتعلم ببلاش، صح، فطبعًا يعني رشقت في الحتة دي كتير أوي، ورشقت في الحتة دي كتير أوي. إمم، لغاية ما يعني مش لغاية، هو ما فيش لغاية على ما فكرة، فيش هو لغاية لحد النهارده work in الواحد progress بيحاول يعني، يعني يفهم على قد ما يقدر الوسطية، ويقدر يوصل صح، لقمة صح. الجبل. طب تعالَ ناخد أول خبطة كده أو أول محاولة إن أنت توصل للوسطية دي، نرجع تاني لحتّة ساعة لمّا عرفتك، ساعة لمّا عرفتك زمان حسن كان الواد الcool أوي، زي ما باقول لك كده بيلعب مزيكا، عمل track My Ecstasy ساعتها كان مكسّر الدنيا، ponytail ومعروف في مصر وفي أمريكا وبتاع وصغير، كنا ساعتها صغيرين يعني، زي ما باقول لك كده مرّة واحدة حسن اختفى، حسن فين؟ حسن طلع عمل عُمرة، رجع حلق زيرو، بيحضر بقى عمرو خالد، هي دي بقى اللي كانت ماشي في سكة راح سكة تانية خالص، إيه اللي حصل؟ لأ خالص بُص عايز أعرف كنت بتفكّر في إيه ساعتها، قُل آمم لي دماغك كانت بُص عاملة يعني دي مراحل يعني نُص الناس عدِّت بيها، طبعًا، خاصةً جيلنا يعني. طبعًا كلّنا، بُص أنا أصغر من أختي، فأنا الحمد لله آآ يعني وأنا باكبر وأنا في السن المراهقة اتربيت على الدين. خلّي بالك إحنا بيتنا وده أنا يعني بافتخر بيه جدًا يعني. الحمد لله طبعًا إحنا بيتنا بيت دين إنما ما كانش طول عمره يعني طول عمره كان طبعًا دين وكل حاجة، بس يعني مثلًا والدتي مثلًا وهي ليها أثر كبير جدًا يعني. والدتي كانت شخصية عادي جدًا قصة الدين دي مش وارثاها عن حد يعني، يعني هي آه، مش متدينة مثلًا لأ خالص، إمم، هي كانت شخص عادي جدًا وعايش حياته عادي و شافت وربنا فتح عليها وسابت بقى حياتها كلّها وسابت، وراحت ابتدت تتعلّم وقررت إنها عاوزة تقرا وتتعلّم القراءات وتحفظ وربنا كرمها وبقت من الحفظة.
حفظ القرآن كله آه. ده على كده. أمي معلمة آه. أجيال ربنا يكرمها لا يعني. بسمع عنها بصراحة يعني. فده فضل من ربنا يعني. طبعا. فقصدي قصدي انا بحاول اشرحه لك ان ده حصل واحده مقتنعه، واحده انجذبت لده، مش ورثاه، مش اللي هو احنا كل فده. فانت طبيعي اللي بيحصل لك بتربي بيه عيالك. فانا الحمد لله ده كان موجود في البيت الدين. واحنا عمر ما كان عندنا في البيت بيت عادي، بيت هادي مصري عادي فاهم يعني، ولا دين بزياده ولا ده موجود كده، ناس كويسه مع الناس وصح والغلط وصلي وما تعملش واعمل فالحمد لله في الحيطه اللي تسند عليها. طبعا انت فاهم يعني سن المراهقه ده انت بقى بتطير بالظبط. وانت كمان كنت في سين وقت المزيكا ده. ده يعني هو اي واحد تين ايجر او مراهق اصلا هو رايح يغرق بالظبط. فلو هو مفيش سند في الحته دي طبعا مفيش. بالظبط. زود بقى على كمان ده ان انت داخل في المزيكا بالظبط. مش كده بقول لك بالظبط يعني كنت في حته اخطر مني مليون مره يعني طبعا يعني انا واحد بروح الحفله وامشي انت جوه انت اللي بتبسطني يعني، انت في الحته اللي بتخليني اسمع مزيكا واقول الله فاهم. لا انت راكب العربيه ومقفل الدواسه يعني والبحر قدامك يعني انت هتاخدك عادي يعني بص الحمد لله. ايه اللي حصل؟ لا اللي حصل الفترة دي اللي بيحصل لأي إنسان عادي. بص أنت سن المراهقة ده أنت عبارة عن إيه؟ أنت عندك طاقة مرعبة أنت هتطلعها في أي حاجة تلاقي قدامك. صح. فأنا ماشي وبجري وفي مزيكا خلي بالك أنا عمري في حياتي ما أخدت يعني طريق شمال في الحتة دي ولا مثلا لا وده غلط وده حرام. عمري ولا نص ثانية حتى قلت أقسم. طبعا سألت وتسألت ده ما فيش كلام في ده يعني. عادي سافرت وطول شعري وتخارب الدنيا اهلي وريتهم ايام سودة يعني. هم يعني بيسمعوا كده يقعدوا يضحكوا ويقولوا يا رب يعني يا رب يعني يقول لك اللي بتعمله في اهلك ايه يطلع في اهلك قول يا رب يعني انا اسف. لا انت ما عملتش حاجه يا عم، انت لقيت نفسك بدري امال انا اعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بس فرحت عادي زي اي انسان من الحاجات اللي مش هنساها يعني. وطبعا هو الفضل كله ربنا سبحانه وتعالى طبعا. يعني في امور كده وان شاء الله يعني نردها له في ندعي له يعني. في شخص كانت امي تقول له اكبر مني يعني في سن اختي يعني روح خده معاك وكلمه عقله الواد بيضيع والله. وفاكر عمري ما انسى اليوم ده. وجالي مكتب كان وقتها يعني وانا بقى اغاني وتعالى يا ابني نروح درس يا عم درس بس ايه عمري ما هنسى لانه ان انت تكون في المكان التاني وان انت تبقى فاكر ان انت حد يجي يقول لك حاجه زي كده وانت تبقى حاسس بنوع النفور يعني. ما سألنيش ليه رحت في الاخر يعني في رحت زن على الودان امر من السحر. لا بس هو انا مش بتاع زن على الودان. لا بس هو ربنا زين بقى انا يعني وقتها دماغي يعني ده كله من ربنا سبحانه وتعالى يعني. المهم يعني رحت مره في 2 سافرت رحت عملت عمره. فدي كانت اللحظه اللي هي بتاعت السن المراهقه دي بقى يعني دي راحت من هنا دي راحت لهنا. خلي بالك عمري ما عديت اي لاين ولا عمري ما رحت قلت لحد وانت كذا وانت وحش مش دعوه. هي جواك هي كلها جواك انا نفسي بس طبعا كان معاها دينامو يعني بس ولا عمري مثلا وقفت وقلت ده المزيكا خالص ما ربنا يتقبل يعني من النوايا يعني. احنا بنجتهد في الاول وفي الاخر يعني. وبعد كده نرجع للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها هي الوسطيه. ما انت عندك بقى 15 و16 وانت بالذات في السن ده الوسطيه فيه صعبه جدا. لا انت تعرفش اصلا ايه استاذ. انت مش فاهم.
انت اي حاجه بتجري الدم في عروقك انت صح. بتجري فيه معاها، صح. فانت صح. انت دايس بنزين هنا او بس هنا مفيش وهنا دايس فرامل. بنزين. اي حاجه بقى، شوف انا هدوس بنزين وهمشي، شوف انا يعني حيطه بقى عايزين داخل تحطوني فين؟ البحر. بالظبط. فهو لا، وسطيه مش وسطيه دي يعني لسه مش في الحته دي، كانت شويه بقى بعديها اوكي، يعني. ففضلت في الناحيه التانية، خلاص سبت السين ده ما ودخلت في سبتش، حتة- انا عمري ما سبت. لا قصدي مش عايز اقول انت سبت سين المزيكا، انت المزيكا مكمل فيها، بس المزيكا في نوعين من المزيكا، في السين ده اللي انت عارف انا قصدي ايه، والحفلات بقى وبتاع والكلام لا ده، لا يعني ماي اكسسي والكلام ده، لا بالذات ده سبته، وبقيت في الاغاني والحاجات بالظبط دي بقيت في بالظبط، فبقيت في المزيكا. ازاي ده اثر على تفكيرك في مستقبلك؟ لان انت وانت في السين التاني انت ممكن تبقى انترناشونال دي جي، ما انت ممكن بقى تخش بقى في الحته دي وخلاص بقى ده سينت وبتاع، فاهم زي ما بقول لك كده، وتمشي في القصه دي. انت رحت الحته التانيه، والحته التانيه دي انت برضو كده كده المزيكا هو دي اكتر حاجه واصله بين كل، من اول ما انت كنت صغير بتروح تجري على البيانو لحد هي مكمله. فانت هنا كنت ممكن تبص لحياتك بشكل معين، بقيت دلوقتي تبص لحياتك بشكل معين. ازاي بقى النقله دي اثرت على تفكيرك ومستقبلك؟ بص، اول حاجه بس يعني انا عمري في حياتي ما كنت دي جي خالص. انا طول أوكي. عمري بقى المزيكا بتاعتي انا بس انا يعني بالنسبه يعني بس طول يعني طبعا هي في السبيس ده، في بالظبط، المنطقه دي، بس بالظبط. قصدي يعني بس طول عمرك كنت بتلعب مزيكا بتجيلك تروح ابدا. حاططها؟ ما عمري انا كنت بلعب عارف، يعني أنا بقول عمري لك ما كنت دي جي، عمري ما كنت انا بلعب عرفت يعني ايه تعمل مزيكا من حسب. فكنت يعني حتى يعني في الوقت ده ووقت كنا نلعب في الكلاب وبتاع، كنت اطلع حاجتي اللي هي أيوة اصلا مش فاهم. موجوده اساسا يعني. بس يعني بالظبط. بص في كانت السن حلوه، لا ما وفي سن صغير تعمل تراك يكسر الدنيا بالطريقه ديت. لا طبعا ولا كان في دماغ الواحد طبعا اصلا انا يعني. عارف. لا بص، في السن ده ما كانش في دماغي الكلام اللي انت بتقوله خالص، والكارير واو مفيش. وانت انا بقى احب المزيكا، وواحد عنده 15 16 سنه مفيش في دماغه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده. اوكي. انا مش هعمل حاجه غير مزيكا وبس. فما كانش فيه حته ايه ده، اصل خلي بالك هو انا اصل انا ما فيش لحظه جيت قلت فيها ايه ده انا هبطل ما فيش. فاهم. هو انا بعمل مزيكا بس نوع المزيكا اختلف طيب؟ لا ملوش علاقه خالص. هو بس اصل المزيكا هو في الاول وفي الاخر هو مزيكا، هي انعكاس ليك كانسان. فانت كل ما بتتغير كل ما بتكبر اللي بيحصل عندك بيتغير. مش عشان انت قلت لا والله انا اصل انا هعمل ومش هعمل او هبطل خالص ابدا يعني. ابتديت بقى خلاص، خلي بالك، ما انا قاعد بقى كل شويه عمال اكبر، عمال اذاكر، عمال اسمع، عمال اتعلم، فانت بتملى بقى، فانت الريpertoire بتاعك بيوسع، دماغك بتكبر، يعني المخزن اللي جوه بيعبي، فانت خلاص بقى انت رايح في حته سكيل مختلف. واتنين، انت خلي بالك انت بتدور على الفرصه. ما كانتش زي النهارده ابدا. النهارده الدنيا مفتوحه اكتر بكتير، اونلاين، لوج ان لوج مفيش. اوت يعني. قصدي النهارده بقى في مصطلح البيدروم بروديوسر، ده كانش حاجه احنا نسمع عنها في الجنريشن بتاعتنا. البيدروم بروديوسر هو، ودي مش حاجه وحشه ابدا. النهارده خلاص بقت الادوات موجوده بالظبط، يعني انت تقدر تعمل مزيكا في اوضه النوم، ودي مش حاجه عيب ولا ابدا. وفي ناس يعني بيدروم بروديوسرز عملوا اغاني في اوضه النوم. اوضه النوم دي معناها ان هو ما عندوش يعني هو عندوش عنده حاجات بسيطه قوي بيعمل في الاوضه اللي هو عايش فيها. واكشلي في ناس عملت حاجات اخد جراميز، فمش حاجه غلط يعني. بس قصدي ما كانتش الدنيا، كانش عندك بص زي ما كان الفرق ما بيننا وبين الجيل اللي قبلينا. جيل قبلينا انت روح الراديو بقى واعمل امتحان وصوتي حلو وهم في 4 بس اللي بيغنوا يعني، فاهم قصدي؟ يعني هي دي سنه الحياه يعني. فانت وقتها انت بتدور على اوبورتيونيتي، انت بتشوف ايه المتاح. ف انا كانت بالنسبه لي النقله الثانيه بقى اللي هو دخلت فيها الاندستري الكبيره بقى، البيج بلايرز يعني، اللي هو الناس الثقيله اللي فيها اللعيبه الكبار يعني زي ما بيقولوا يعني. بص الحلقه دي اسمها حلقه الحمد لله يعني. هو طبعا. انا بص انا حياتي كلها انا والله انا بجري كده، بس تعالى هنا، امشي هنا. انا ما فيش يعني انا ما فيش حاجه، انا ما باخدش كريدت لا حاجه عملتها بجد والله يعني. انا اي حاجه يعني كل حاجه كويسه حصلت لي انا ما كنتش ليا دعوه بيها. حلو. المهم يعني النقطه الفارقه كانت
يعني لو الذاكره مش خايناني يعني من ناس من اصدقائي القدام اللي اتعرفت عليهم اللي ساعدني جدا تامر الزؤيبي، شخص صاحبي جدا 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 من زمان لحد النهارده. هو اكبر مني وهو مهندس صوت وهو شاطر قوي، وهو بقى كان بقى شغال مع عمرو دياب وانا طبعا كان عندك كام سنه تقريبا في السن ده؟ تقريبا ذاكرتي الحزينه عشرينات 19 يعني في الحته دي كده. لسه يعني زاد. في واحد عايز اساله بس هو ذاكرتي مش الحقبه الزمنيه عندي مريحه بس يعني شويه في الحته بتاعت 19 20 21 في الحته دي كده. لا انا لسه مفيش كان ممكن تبقى اصغر كمان. فانا شبح. وتامر ده صاحبي جدا وحبك بقى. لا احنا اصحاب، وهو طبعا احنا زينا هو انسان يعني. بقول لك مش هقول لك الحمد لله، انت يعني بتقع قدام ناس صح. الحمد لله ناس سليمه يعني، فاهم قصدي؟ يعني هو مش يعني بالعكس، هو مش محتاج يعني، هو وانا ما قلتلوش حاجه، ما قلتلوش والنبي ممكن هو منه لنفسه فاهم مش عارف ايه، وراح زقني فين وما اعرفش مين. ايه اللي حصل بقى؟ ايه البدايه عرفنا على عمرو دياب كت بقول لك انا يعني فجاه. احكي لي على البدايه. لا بص انا احكي لك على قصتين من يعني قصه بالنسبه لي. اوكي. في قصه اللي قبل دي، قبل عمرو دياب هي في نفس الفتره يعني. وهو تامر برضو اللي عمل الحركه دي يعني. كان وطبعا المايسترو الكبير العظيم هاني فرحات طبعا وهو وقتها كان برضو ما شاء الله عليه مكسر الدنيا برضو بقى. وبيكتبوا تريات لاغاني الانغام. وعمرو دياب جميل خطير. ما عرفوش، وكان طبعا ما عرفوا اسما، ما عرفوش شخصيا. وكان بالنسبه لي نفسي اشتغل مع هاني حاجه بس يعني شبح شبح بيجري في استوديو في وسط البلد ولا المهم يعني. فمره كنت برغي مع تامر بقى عادي، احنا اصحاب جدا. فاقول له انا هاني فرحات ده انا بحبه جدا، ما بقولوش يعني اقول له يعني مش هعمل ايه، انا مش عايز حاجه اصلا. انت بتقول له كده فضفاضه ولا مستني حاجه؟ انت عارف بيشتغل مع ده بيشتغل مع ده، فانت بتقول يا نهار ابيض هاني فرحات خلصنا. ومش هنساها. كنت مروح البيت الساعه 12 بالليل وكنت ساكن وقتها في المنصوريه، واقف في انا اصلا ما افتكرش بس في حاجات كده. وكنت في البنزينه بحط بنزين والتليفون بيرن، الو ايوه حسن، ايوه انا هاني فرحان. فانا فاكره مش يعني في لحظه انت اكيد بتشتغلني، وبعد كده قصدي ايه مين ايه الاشتغاله الغريبه دي يعني ليه يعني قصدي. فانا تامر قال لي عليك واداني نمرتك وقال لي انت كذا وكذا وانا نفسي اجي اقعد معاك. انا بالنسبه لي حاجه غريبه جدا اللي هو تيجي تقعد معايا ليه اساسا؟ يعني دي سبب واحد تيجي تقعد معايا. انت اساسا تشتغل مع كل الناس اللي مدغدغه الارض وراح تقعد مع واحد ما تعرفش عنه حاجه خالص ولا سمعت عنه ليه يعني؟ قصدي برضه خلي بالك ودي حاجه كريدت طبعا ان انت تروح ان انت بتدور، وان يمكن ما هو لو راح قعد معاك مش هيحصل حاجه يعني. هو اصلا انا متشكر جدا اصلا، حاجه بتعلمك انت حاجه عامه بعد كده. استغربت جدا مش صدق اصلا. انت قلت له ارجوك تعدي عليا دلوقتي. وجالي انا عمري ما هنسى. بص انا ذاكرتي وحشه جدا بس انا فاكر اليوم ده، فاكر هاني جالي وكان لابس كوت وايس كاب ملك الكوتس. بص انا ما افتكرش حاجه خالص بس في حاجات يعني ليها اثر في حياتك بتعلم يعني. المهم يعني جالي الاستوديو وجي قاعد معايا وقعد يسمع مزيكا وايه ده وجامد والله ولازم نشتغل مع بعض. انا بالنسبه لي مش فاهم اصلا اللقطه دي اللي بيحصل وليه بس. نفس القصه بقى برضو عمرو تامر برضو ما اشتغلتوش مع بعض مع هاني يعني خلاص. لا اشتغلنا بس بعدين شويه. بعدين اوكي بعدين بقى يعني بيشتغل هو مع عمرو تامر الزؤيبي بيشتغل مع عمرو فقال له برضو في واحد كذا 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 قال له عمرو طبعا كان ساعتها بقى يعني طبعا هو مش بس قصدي عمرو وده جزء من خليه عمرو دياب هو طول الوقت بيدور على حاجه حلوه، هيدور تحت الكنبه يعني لو حس ان تحت احتمال وقت ان في حاجه حلوه تحت الكنبه هيشيل الكنبه دي وينزل يدور تحت. بس انا اتعلمت منه انا يعني الشخص ده انا اتعلمت منه فوق ما انت ممكن تتخيل وهقول لك ليه يعني. فاكر برضو القصه دي
كنت مع ابويا في مش عارف بنبص على حاجه، فمعرض مش عارف التليفون برضه رن. الو ايوه حسن، ايوه انا عمرو دياب. يا عم بقى تعبت. هو مش حد طبيعي يكلمني ولا لسه حد اعرفه؟ طيب طبعا انا فاهم. ايوه عامل ايه، قعد يرغي معايا في التليفون وانا واقف متثبت ومش مصدق يعني. المهم لغايه ما جالي وسمع حاجه، كان شغال على الالبوم، جالك وجالي سمع حاجه وخلاص هو سكت يعني، انبسط واشتغلنا كتير يعني، مش حق يعني. كان اول البوم تشتغلوا مع بعض ايه كان؟ على معلوماتي يعني. أيوة. الليله دي بالظبط كده. ده اشتغلت كام حاجه معاه؟ نص الالبوم مثلا يعني، كان نص الالبوم 5 اغاني مثلا. وده اول طلعه اول طلعه تشتغل فيها مع حد، اشتغلت عمرو دياب. طبعا كان في حاجات بقى انت كنت قاعد بقى بتبحث عن المجد في اللا شيء. فاهم قصدي؟ خباك هو انا المضحك بالنسبه لي او ان انت كان في شيفت مرعب. فاهم قصدي؟ مش بقى خطوه بقى بنكبر. فاهم؟ دخلت مره واحده عمرو دياب 5 اغاني في فانت بقى فاهم شوك يعني. فاهم هو عامل ايه عامل ايه؟ وبعد كده خلاص انت قصدي انت اي حاجه انت بتعملها الناس تسمعها. خلاص حلو عايش اسمع. فانت خلاص. يعني ما يعني هتتشتم يا الناس تقول لك ايه الحلاوه دي يعني. بس انا بص، انا كان بالنسبه لي اللحظه المهمه كان في الالبوم الثاني، لان الالبوم الثاني عملته كله وياه من اوله لاخره كله. خلي بالك هم اللي نزلوا غير اللي اتعملوا يعني. هو اللي يعني مثلا في 900,000 اغنيه اتعملوا بقى نزل اللي نزل يعني. بص انا الالبوم ده كان بالنسبه لي، خلي بالك انا مش اقول لك البوم، انا بكلمك على الشخص طبعا يعني. طبعا لا طبعا. كان وقتها عمرو بيشتغل على حكايه برضه قصه جامده قوي يعني. بيشتغل على البرنامج اللي هو عامله. كان بيعمل البرنامج الحلم، فكان شغال في نفس الوقت يعني الالبوم وشغال على البرنامج. فطبعا ده شغل كتير قوي. المهم فجأة المكان عندي اتقلب في الايديتنج، بيعملوا مع ايديتنج بقى في السفرة، وانا ماليش دعوه بالقصه يعني. انت بتعمل مع ده بس هو خلاص خد احتل المكان بقى يعني هو محتاج وقت كبير قوي، فكان في جزء كبير عندي. فقصدي ده ادالي فرصه، او انا قعدت فتره الالبوم دي كلها انا قاعد عايش معاه. بقى بيسافر عنده حفله مش عارف مين مسافر معاه، مش عارف مين عنده في عنده ميتينجز في ليه علاقه بالبرنامج بتاعه اللي انا ماليش اي علاقه بيه خالص، قاعد معاه. فقصدي انا اتعرفت عليه وارتبطت بيه كشخص اكتر من، انا مش بحاول ادي نفسي كريدت في حاجه بس اكتر من اي حد تاني. وهو بجد يعني ما في، هو بيمثل حاجه كبيره قوي لكل الوسط يعني، بس انا بيمثل لي حاجه تانية خالص على المستوى الشخصي قبل المستوى الفني. ان هو عمرو دياب والكلام ده طبعا ده ما فيش كلام. انما انا اتعلمت، بص انا اتعلمت منه حاجات يعني ملهاش تمن، وحاجات انا لغايه النهارده بعملها يعني ملهاش تمن. اتعلمتها منه كانسان كشخص، مش كفنان او وهو تاكد هو مش ناجح صدفه يعني مستحيل خالص يعني. فقعدت الفتره دي اللي هو مش فاكر قد ايه بقى، سنه ونص على الاقل يعني. ديلي عايشين صبح ظهر مساء الخير، صباح الخير مساء الخير. ما بعملش حاجه في حياتي غير الالبوم وهو. فدي فتره لا قصه مضحكه قوي يعني، قصه عمرها ما هتحصل يعني. فاكر يعني مره يوم كنا مخلصين متاخر قوي، وكانوا هو يعملوا حاجه في الاديت جوه، فكانوا بيدوروا على فوتج بجد ترو ستوري، قصه حقيقيه يعني. فوتج بقى قديم بقى من هو تاريخه بقى ما شاء الله واسع. فبيشوفوا بقى مش عارف سنه كام وكام و80 وكام و90 حاجات بقى بياخدوا يعني حفلات وياخدوا منها ماتيريال ويقطعوا. فهم كانوا، فانا خلصت فكنت واقف معاهم خلاص احنا ماشيين، والله العظيم ما بهزر مش ببالغ ولا بقول لك ده. هو قاعدين شغالين فوتج من حفله من ما اعرفش سنه
حاجه وكام 19 حاجه لا 19 لا لا حاجه و80 حاجه و90 مش عارف يعني في نادي الجزيره. اه فانا ببص كده فوتج، فانا بص كده ايه ده، فالقال ده مش فاهم، فبيقولوا لي في ايه؟ بقول لهم انا اهو انا في الحفله دي واختي واقفه جنبي والله العظيم، طفل ما تهرجش. من قفايا مثلا، انا لقطت نفسي كده من أنت فاهم من جنب، واختي فاهم اللي هو ايه ده، حاجه اللي هو انت لو حاولت تدور عليه انا اصلا ما اعرفش ان انا انت اصلا كنت في كنت البتاعه دي. هناك أصلاً. فالمهم يعني اخذت فتره فاهم يعني طبعا. رهيبه. وطبعا انا مش هحكي لك اتعلمت ايه، لا زي ما قلت لك اتعلمت على المستوى الانساني اكتر بكتير من اتعلمت من لا المزيكا متخيل متخيل انك تشتغل مع حد في سن زي ده. اصل انت في سن زي ده انت بيقول لك كده عجينه، فان انت اللي يشكلك حد بالحجم ده في الوقت ده، لا طبعا انت لو بس ما قالكش اي حاجه انت قاعد تتفرج عليه بس بتوبزرف هتتعلم منه كميه حاجات جدا. واحنا شبه خطيرة. بعض ونفس البرج واحنا نفس الشخصيه نفس الحسوكه. لا بص انا يعني انا هرجع اقول تاني الحمد لله. بص انا قلت لك الحمد سبحان لله الله حلقة حلقه الحمد لله. انا ماشي كده، آه. انا ليه دعوه بالقصه انا ولا انا انت ماشي. انا برضه على التليفون الو ايوه انا عمرو دياب ايه التهريج ده انا حياتي كلها كده الو انا جاي بس انا جاي بس انا موجود. فالقصه دي طبعا ادت الكارير بتاعي بالشلوت. يعني شلوت حلو يعني شلوت لقدام يعني. جه وراها بقى بعد كده. ما انت مش جه بقى وراها بقى، انت بس انت ابتديت من فوق. انت يعني اشتغلت مع فاهم، فانت بقى الو تاني اي انا جاي. الناس كلها حابه انت اللي انت عامله، اللي انت طبعا نزلت في اهم بروجكت واتبروزت وما الى ذلك. خلاص بقى يعني فجأة بقيت موجود على الخريطة، فجأة ناس عاوزة تشتغل معاك، فجأة بقى ليك اسمه. مين بقى؟ قول لي اسامي كده. طبعا هو طبعا يعني عمرو دياب انغام وفي نفس الوقت فانا بالنسبه لي كان في لحظه اللي هو يا جماعه طب انا محتاج اخد 6 اشهر اجازه اشتغل مع اي حد ما حدش يعرفه يعني كتير عمود مش قادر. طبعا اشتغلت مع انغام، وانغام دي حكايه طبعا دي حكايه انا عارف تانية. علاقتك بيها. هي وانا مش طالع جامل لحد ولا اقعد يعني اوزع حاجات على حد، بس هي من الناس اللي اولا هي موسيقيه، هي فنانه يعني، هي ودنها احنا ودنها سم، احنا نقول كده يعني سم. يعني هي مش حاجه حلوه. فهي زيها زيك، هي بتسمع زيك بالظبط. فانت بتتعامل مع حاجه عنيفه جدا وحاجه يعني ما ينفعش يعني دايما اقول لك انغام عمرها ما اشتغل مع حد موسيقيا اي كلام يعني. فطبعا ده انا بالنسبه لي كريدت يعني، فاهم انت برضه اشتغلت مع انغام يبقى انت اكيد في حاجه عدله في اللي انت بتعمله، فاهم قصدي يعني انت كويس يعني. في بصمه عمرو ورا بصمه انغام. لا بس يعني بالنسبه لي ده حلو قوي كده يا جماعه، هريح بقى شويه او كارير شيفت. انا ممكن اشوف اشتغل اي حاجه، انا كده خلصت خلاص اعمل ايه تاني يعني. بس طبعا بس المضحك بقى ان انت جاي من عالم تاني بقى خالص يعني. خلي بالك يعني انا رايح للناس دي بكالتشر تانية، رايح للناس دي بمزيكا تانية، رايح للناس دي بدماغ تانية خالص، فاهم قصدي، عن اللي هم متعودين عليه. واعتقد ده جزء من اعتقد جذبهم اللي انا بعمله. حاجه مختلفه وحلوه، مختلفه وحلوه. اصل مش كل مختلف حلو يعني الحلو بقى ده الناس تقول حلو. بقول لك حلو مختلف حلو بدليل الاغاني كلها اللي اتعملت معاهم كانت هيتس يعني من وجهه نظري. وانا بالنسبه لي بقى ده كان طول الوقت بقى التشالنج. اذا انا هعمل حاجه لعمرو دياب، طب انا عايز بقى اعمل حاجه ما اتعملتش، انا اعمل حاجه لغايه انا عايز اعمل حاجه ما اتعملتش. انا عامل يعني مش انا عايز اعمل اغنيه حلوه. ما هو عمرو دياب بقى له 900 سنه بيعمل اغاني حلوه، انا بقى لها 700 سنه بيعمل اغاني حلوه، حاجه انا اعمل اغنيه تاني حلوه. فاهم قصدي. فكان في بقى الفقره بتاعت لحظه بيسمنت ريكوردز بعد بقى يعني بقى بتشتغل مع اغاني الاول عادي ولا مزيكا. انت كان قبل بيسمنت ريكورد انت كان في الاول عمرو دياب، انغام، اصاله، حماقي، نانسي، حسام حبيب، شيرين، كله بقى
خلاص خلاص كله. دخلت بعد كده بقى على The Basement Records. عملتها ليه وايه الحاجات الهيتس اللي تحت الميوزك ليبل ده؟ بص عملتها ليه؟ لان يعني ده التطور الطبيعي لحاجه الساعه. انت راجل ممكن تفضل مكمل كده لا عادي ما هو بص بقى ان انت جاي من حته برضو صح عايز تبني صح. انت مش عايز ما هو تعمل ده اللي عايز الناس تعرفه بقى ان انت يعني بص مشكله الشخصيات دي ان انت بتوصل لمرحله بيحصل لها يعني كوبايه ميلي ساتوريشن، فتحس انه ايه ده انا مفيش تشالنج، انا مش حاسس ان انا محتاج اعلي الدوز، فمحتاج محتاج اعمل حاجه اكبر، محتاج اعمل حاجه فيها تشالنج اكتر يعني. ففكره ان انت تعمل ريكورد ليبل، تعمل شركه انتاج صغنطوطه وقتها، وهتبقى انت متحكم في حاجات اكتر، فهتقدر يعني مش عايز اقول تقدر تقول رايك اكتر، عندك فرصه تطلع شغل او ابداعك اكتر. بالظبط صح كده. اوكي. فانا قلت لك ايه، انا حلقه الحمد لله دي برضو ربنا ايه راح معرفني على واحد قاعد معنا اسمه محمد الشاعر. الله برضه يعني بالظبط كده حاجه خيال يعني. تعرفت عليه واحد راجل شغال في عالم مختلف من عالم المزيكا، وفي هندسه وتكنولوجي وجي يو سي، وبيعلم واو، بس بيحب المزيكا قوي. عرفت عليه صدفه لان هو بيحب المزيكا وقعد مع الناس ومش عارف مين، وتعرفنا بقينا اصحاب عادي من غير اي حاجه. بس بص الحمد لله انا مرزق في الناس، يعني مش عايز اكتر من كده. يعني دايما بقول يعني واحد بيقول احيانا الحمد لله لما يقعد يبص على الناس اللي حواليك يعني شكرا. فطب هنعمل ايه؟ طب يلا نعمل مع بعض، طب يلا كذا وكذا، يلا كنت انا اوريدي ابتديت اكسر في موضوع بيسمنت ده، طب يلا نخش مع بعض، يلا بقينا بارتنرز و تعالى نزق المركب دي بقى مع بعض. طبعا خلي بالك بقى انا وقتها بقى انا برضو انا مسؤول في المزيكا، فانت عليك جزء سحلة المزيكا او ميوزك برودكشن نفسه. قعدت اوسوس له بقى في ودنه كده تعالى بقى في المزيكا الحلوه دي. انت اوريدي جبته خلاص. بس يعني قعدت كده ايه طبعا هو بيحب المزيكا جدا باي ديفولت يعني، فهو بس برضه هو في لحظه فعملنا ابتدينا بالالبوم بتاع انغام ده، كان لحظه اللي هو بقى انا يلا نعمل حاجه. ده اول حاجه تحت ذا بيزمنت ريكوردز، ده اول حاجه اوفيشال خلي بالك ده اول حاجه تحت ده الميوزك ليبل ده. اوكي. وده كان الفكره كلها ده كان بروجكت مرعب يعني. هقول لك ليه، لانه انت رايح لانغام، رايح تقول لها تعالى نعمل كونسبت ما اتعملش بفيجوالز، وتمضي مع ليبل مجهوله الهويه، تهريج. انت اول واحده يعني اي واحده يعني عليها في دماغها تقول لي بس يا ابني اتكل على الله روح جرب وتعالى لي. يعني شوف وبقى تعالى بقى بعدين يعني. وخلي بالك بس الناس الكبيره ما بتنجحش ببلاش فهي يلا نعمل، مش محتاجه صدقني كل ده، ويعني مش محتاجه تعمل الاكسبيرمنت دي، بس هي يعني في رايي اكيد هي عملتها لان هي عايزه تعمل حاجه فنيه. هي حست هي مش بتعمل ده لاي سبب غير انها حست اللي هو ايه ده لو فيها احتمال انها حاجه جامده. خلي بالك هو الكريدت هنا الحقيقي ليها مش لينا، لان هي اللي في اسمها في نجاحها وهي واخده ريسك. صح. انت صح. لو الموضوع مشيش صح انا كلمتين وكم مزيكا يعني انما هي بعد كده احنا مش هنعمل اغاني عاديه. انا مش هقول لك هنعمل الاغاني اللي انت بتعمليه. ده كان انهي البوم ما حدش يحاسبني، بس انا اسامي عندي في بطيخ. اوكي. خلي بالك كان في الالبوم ده كان اي بي يعني البوم صغير يعني مش 10 اغاني، يمكن 3 اغاني.
في حاجات ستيل تقليديه وفي اغاني مش تقليديه. يعني احنا برضو ايه مسكنا العصايه من بس النص كان يعني. حاجه هي مش متعود عليها. جزء وجزء. جزء وجزء. الفيجوال الارت ورك بتاع الالبوم كان في حاجة تانية. كوكب تاني بقى خالص. اوكي. كان وقتها فايب يعني فينتج كده شويه، على حتى الارت ورك فاكر عملناه مع يعني واحد من الناس صاحبي جدا وارتست رهيب، عباس خطير، عملوا شغل خطير. وهي كانت مبسوطه، بس كان ريسك اللي هو ايه ده ايه دي انغام. اوكي. فكان في اللحظه اللي هو ايه ده احنا عملنا حاجه لذيذه، حاجه انترستنج يعني. الحمد لله. وكملت دخلت بقى في كمان الفكره دي بقت خلاص مسيطره حتى في الحاجات اللي احنا مالناش علاقه بيها بشكل مباشر. يعني فاكر حتى احنا عملنا بروجكت كان بتاع بيبسي، كانوا بيعملوا كامبين واحنا عملنا الاغنيه بتاعت عبد الباسط حموده، رحنا جبنا عبد الباسط حموده ونيكول سابا كونسبت، احنا اللي بنينا الكونسبت. وكان وقتها عمل شغل خطير. عملت كده مع بيبسي، وعملت حاجه شبه برضو مع كوك ستوديو. طبعا ده اوبسي خالص بالظبط. ابتديت اكسبيرمنت بقى، ابتديت تجرب حاجات مختلفه، مثلا زي مثلا ما يستاهلوش. طب هو بص خلي بالك دي بقى المشكله بقى اللي انا كنت بواجهها، ان انا طول الوقت انا عاوز اعمل حاجه على مزاجي انا. عاوز اعمل مش قصدي على مزاجي ان انت عاوز تفرض حاجه على حد، بس قصدي مزيكا هي عباره عن روحك، فانت عايز حاجه مختلفه. فانت طول الوقت القالب التقليدي بتاع ان انت بروديوس اغنيه بتاع المزيكا، يعني نقول عليها التاج الفني يعني، في حد يجيب لك كلام موجود ولحن موجود، وفي قصدي انت الانبوت بتاعك قليل. فاحيانا كتير بيجي لي حاجات ممكن بحاجه عجباني ومش حاجه مش يعني صح. يعني في مرحله وصلت فيها مش قادر، لا انا محتاج يبقى عندي الانبوت الكامل، انه قادر اشتغل على ده واشتغل على ده واشتغل على ده، وعشان ابني فكره انا حاسس انها ممكن تبقى حاجه زي ما استهلوش دي طبعا ده مش ده بروجكت بتاعنا احنا، ده فروم سكراتش. مفيش اي مفيش بقى اي حاجه خالص مع فهيتا. وهو الموضوع يعني ابو فهيتا بتحب المزيكا دي جدا، واحنا بنحب المزيكا دي جدا، وانا اعتقد البروجكت ده يعني مشي الدنيا عشان ما كانش فارق معانا حاجه خالص. يعني ما كناش بنحاول نعمل حاجه، ما كناش بنحاول نعمل اغنيه كسرت خالص. احنا مثلا الاغنيه احنا مبسوطين بيها. يعني الاغنيه دي انا يعني محمد الشاعر اساله الاغنيه دي وهو بيدوس على الزرار انا بقول له احنا بنضيع، احنا بنغرق. ما اصل انا برضو انت خلي بالك انت عامل طبعا لا انت جاي انت اوريدي عامل ورث لذيذ عمرو دياب وانغام ومش عارف مين، وكان في شويه في ايدل انت تعبطت بقى ورحت تعمل مع عروسه بقى تعبط، ده شكله تعبط وعروسه بصوتها وحش ولا ايه ولا يعني. فانت رايح بقى اللي هو ايه يلا راح اقضي على نفسي، يعني دوس على الزرار انا اختفيت زيو، مفيش بقى حاجه اسمها الراجل ده انت وبس. ايه ده جامده بجد. فانا اعتقد الجاز بص انا مره واحد قالها لي عمري ما هنساها، واحد انجليزي او سوري واحد ايطالي، كنت بذاكر حاجه وانا مسافر، فهو بيقول لي على الانجليز بريتس، هو بيقول البريتي الانجليزي ولا بريتس، يقول لي تعرف هم ليه دايما في حته مختلفه وبيكسروا الدنيا؟ عشان they don't care بريتس دونت كير. هو يقول لي كده، هو يعني انجليز ما بيفرقش مع يعني ما عندوش ريفرنس، مش يقول لك بص احنا هو عامل كده عجباني وعامل كده. فالفكره دي مشيت بقى فاهم. خلي طبعا وقعت في النص كتير في حته اللي هو انت برضو بتحاول، انت بتوصل لمرحله بتبقى عايز طب هو اعمل حاجه بقى والناس تقول ايه القرف ده. فهو اي حاجه نجحت او اي حاجه وصلت الناس كانت مش انا عجباني. دي اكتر حاجه كومن بين كل الحاجات اللي كانت اللي هي ايه يلا الحاجات اللي فكرت فيها بقى قعدت بقى اعمل فيها كده وبتاع زيو اي بالظبط. اوكي بس حلو قوي. طيب طول الفتره دي بقى عديت انت وشاعر بحاجات وعملته بقى ذا بيزمنت ريكوردز والحاجات الهيتس كلها اللي طلعت. خش بقى على النهارده كام سنه؟
تحبش تقول لا الشعر؟ لا 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 آه، خالص، افتكرت 42 اصل انا بنسى. اوكي بتسأل شاعر برضه. لا لا دي فاكرها يعني، دي انا بسال مراتي أوكي. دايما بتفكرني. اوكي طيب دايما في معروفة يعني كل ما الواحد بيقرب من 40 كده في سن كده الواحد طبعا بيتشقلب فيه خالص بقى، بيتشقلب فيه خالص، يسأل أسئلة كتيرة وبتاع وحاجات كده. وأنا حصلت لي وأعرف ناس كتيرة جدا حصلت لهم. دايما بيقولك في ال40 دي كده يا تخش يمين يا تخش شمال، نرجع تاني بقى نفس السن بتاع. وده في العادي من غير أي حاجة. بس أنت في الكيس بتاعتك أنت حصل مش مجرد بس أنت عديت بال40 كده، أنت ما عدتش بيها كده، أنت عديت بيها مش عارف بقول عليها أزمة، مش عارف أقول عليها تجربة، أنت اللي عايزك تحكي لي عليها. انا ما عدتش بازمه، انا عديت باحلى حاجه في حياتي. ما عدتش بازمه ولا حاجه تجربة. يعني هي يعني ازمه في وقتها، بس ما النهارده مش ازمه. بص يعني قبل ما ابتدي احكي لك القصه دي، سن ال40 هو سن فيه سر، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني الوحي نزل عليه في سن ال40 والاسباب الله اعلم. سن ال40 احنا بنقول على يقول لك ميدل ايج كرايسيس، ازمه مقتبل العمر. هو ولا في ازمه ولا حاجه اصلا، هي الازمه للي مش شايف. انت توصل لمرحله اللي هو ايه ده، احنا فين، ايه اللي بيحصل 40 يا نهار. ففي لحظه اللي هو في علامه استفهام كبيره كده بتيجي تركب جنبك كده، اللي هي قدك كده مرتين ونص. فانت بتبتدي تسال اسئله كتير قوي. اي واحد، اي شخص في المرحله دي هو بيعدي على ده. خلي بالك مش بيعدي على الازمه خالص، هو بيعدي على السؤال. انت بقى شوف ظروفك ايه، ظروفك هي اللي هتوديك في الازمه او مش هتوديك في الازمه. ففي لحظه اللي هو ايه ده، انا مين، انا بعمل ايه، انا ليه، هو انا عملت ايه، هو انا المفروض اعمل ايه. فانت لو لقيت نفسك ان انت عطلان، هيبقى في بقى اللي انت بتتكلم عليه، في بقى الحادثه اللي هي كومن جدا، اللي هي بعد سن 40 تلاقي بقى ايه اللي يقول لك المراهقه المتاخره. فجاه بقى ايوه خاربها خلاص فجاه بقى فاهم، انا في كل حته وفي كل مكان انا مش بعيب على اي حاجه خالص، بالعكس في ناس بتبقى بشكل حلو ايجابي، في ناس بتبقى عايزه تكسبلور، عايزه تشوف. بس صح. انا بكلمك على اللي هي في حته مش حلوه، صح. اللي هو بيبقى رافض ان هو وصل في المكان ده، مش متقبل المعنى ده، حاسس ان فاتوا حاجات. فانا بقى انا كل اللي فاتني هعمله دلوقتي، فاهم قصدي؟ انا هعمله دلوقتي. فهي مش ازمه الا لو انت خليتها ازمه. هل انا جالي الاسئله؟ طبعا مين ما جالوش الاسئله؟ انا بسال الاسئله دي من زمان، بس طبعا في بيك يعني. القصه اللي انت بتحكي عليها اللي هو اللي انت بتقول عليها الازمه، وهي طبعا وقتها كانت ازمه، دي قصه غريبه جدا. وانا مبسوط قوي ان انا هحكي القصه دي لانها غيرت لي حياتي. و حاسس انها المشوار، اول خطوه في مشوار يمكن اقدر اساعد بيه نص شخص. بس لو نص شخص يعني حاجه وصلت له، انا مبسوط. والله ايه اللي حصل، بوليت اللي بيقال عليه anxiety او panic attacks، اللي هو بيقولوا عليه حالات الهلع والفزع، وهو مرض هذا الزمان. يعني انا بقول كلام من دماغي، بقول اي كلام، بس انا اعتقد ان 4 أو 5 اشخاص من كل 10 اشخاص هم عندهم. في اللي عنده عارف، وفي اللي عنده مش عارف اصلا هو عنده ايه. و طبعا اول حاجه بس ديسكليمر كده، انا طبعا ولا دكتور ولا اللي بقوله ده ليه اي تجربة حاجه طبيه شخصية. ولا يعني خالص. بس وصف لنا برضو، بس اسال، هشرح لك بالتفاصيل. بس قال لك اسال مريض ولا اسال مجرب ولا اسال طبيب. ف انا كنت اعرف ناس كتير قوي عندها بيجي لها،
بسامي وحياتها واقفه ومش فاهم يعني. فيقول له مش عارف مين فلان، يقول له ايوه ليه يعني، بس ليه هو مصعبها قوي كده ليه؟ الموضوع مش لغايه ما انا ورحت بقى واخد واحده بقى إمم، كده بقى. إمم. وفي ناس بتعتقد ان البانيك اتاكس والحالات الحاله والفزع دي بتيجي لناس عندهم كوارث في حياتهم، عنده مصيبه مثلا، عنده في تروما. ده مش ممكن طبعا اكيد، بيبقى في حالات كتيرة فيها traumas بس انا اللي كانت آه. القصه بقى اللي عندي الغريبه اللي انا عطلت فيها سنه ونص. قعدت إن فيها أنا سنة ونص. إمم، مثلا إمم. انما ما عنديش حاجه كارثيه بتحصل، الحمد لله، عادي، انسان عادي عنده حياه فيها ضغوطات عادي. الموضوع كان كالاتي، كان يوم، انا فاكر اليوم ده كنت نايم في اوضه بنتي، لان انا بنتي كان عندها دور برد، فنايمه مع مراتي، فانا قاعد لوحدي بالليل في الروقان، مفيش قاعه خالص، وفاتح قدامي بتاع ايباد، مش عارف، متفرج على مسلسل، مريح خالص، مفيش حاجه ابدا يعني. فجاه دب 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 دب. بموت ضربات قلب. انا مش ضربات قلب، انا بموت. إمم. عندي ما جاليش هارت اتاك قبل كده، فغالبا هو ده. إمم. قمت وقفت انا بهزر دلوقتي، بس انا وقتها الموضوع ما كانش مضحك ابدا يعني. وقفت وخلاص يعني، هتشاهد يعني انا يا بموت يا هموت، ما مش عارف هي ايه فيهم يعني، لان انا ولا كان انا قاعد بريح السرير، مفيش حاجه، ولا كان عندي مشكله، ومفيش حاجه خالص، اتفرج على فيلم، اتفرج على مفيش حاجه. رحت قمت وخلاص بقى انا بموت، فتحت الباب، رحت بخبط على مراتي، قلت لها يلا حالا على انا بموت. اول ما قلت لها انا مش كويس، يلا ننزل. طبعا يعني ربنا يكرمها بقى، خطفة انا طبعًا. سرعتها أصل طبعا. فيها خطفة معينة لا كده. شو على المستشفى بقى انت تموت، ما خلاص. بس المهم وانا بنزل كنت احسن شويه يعني. طبعا انا هوفر عليك بقى الحاجات اللي بس انا خليني بحكي التفاصيل المهمه جدا، لان الناس اللي عنده هيريليت. انا يهمني الناس تريليت، هي دي اهم حاجه بالنسبه لي. اول حد بيقول القصه دي بيروح يعملوا له بقى رسم قلب والحاجات دي، ويقولوا له انت زي الفل، ما فيكش حاجه خالص. هيتقال له كده انت سليم، ما فيكش حاجه، وانت بس محتاج تريح وبتاع. طبعا انا بقى مصدوم، ما انا يقينا 100% انا مش انا عندي حاجه خلاص. بس يعني راحت هديت، اما عملوا لي مش حاجه، بس انها حصلت دي مجرد في حاجه مش تمام يعني. كل فكرك ان هي حاجه عضويه. لا مفيش، هي عضويه اكيد. ما انا بقول لك مش حاجه خالص. ما هو انا في عالم بقى انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص. بس جوز خالتي دكتور وقرايبنا دكاتره طبعا بقى. انا لفيت بقى اعمل هنا واعمل طيب، اللي هي لحظه ايه ده هو في ايه؟ انت بتعمل، رحت عملت كل حاجه انت ممكن تحلم بيها، ودكتور قلب، واعمل مش عارف مين، واعمل رسم قلب ومجهود وتدللي وليلي وطب طب انا مش، ما انت مش فاهم. بص اللذيذ في الموضوع في الفتره دي، انا في واحده ثيرابيست بشوفها بقالي سنين، كانت بتساعدني في زمان، لان كان عندي مشكله مع الطيران، فكنت بروح لها، وهي هايله، سايكولوجيست مش سايكايترست يعني، مش بتديش ادويه ولا حاجه خالص، وانا كنت مش عايز ولا ادويه ولا حاجه. زمان بتعب اركب طيران، وكنت بقى بصور بركب طيارتين في الاسبوع، فبموت مش قادر، بتعب وقت عربايد. فهي ده حد يعني تخصصها والقصه دي وبتاع، ورحتها ست خطيره يعني، وساعدتني جدا جدا جدا، والحمد لله الموضوع احسن. المهم يعني معاها كملت بقى معاها بعد كده، عملت فهي ده بقى تخصصها، فهي شرحت لي، تشرح لي يعني، شوف واعمل، ويمكن برضو عشان اعمل كل الاختبارات الطبيه اللي انت عايزها عشان تطمن، بس مش هينفع تقول لك بقى اصل ده كذا فطبعا انك تفهم ده موضوع مهم جدا، ان انت تفهم ايه اللي بيحصل. بس خلي بالك انا مش مقتنع، او يعني اوكي بس مش اوكي، لان انا بالنسبه لي مش مقتنع لسه. انا لا انا عندي مشكله، عندي حاجه فيزيكال، حاجه اكيد يعني. اوكي هوفر عليك بقى مشاوير طويله قوي بقى، واعمل هنا وتست هنا وجرب هنا واعمل هنا، وطب صوع رجلك هرست كل حاجه. اخدت يعني ممكن اكون يعني مخلص اول 3 سنين طب مثلا في المشوار ده عادي، فاهم؟ حاجات بقى غير بعض بقى، وقالوا سبحان الله، وربنا وصف الانسان هلوع، ده ربنا سبحانه وتعالى.
ده كان ليها امباكت عنيف قوي عليا كانسان في الحياه. في السنه ونص دول الدنيا ضلمت جامد. الحمد لله عمري في حياتي ما اكتئبت، خلي بالك، مش ابدا. بس ما خفت. اكتئبتش، خفت ودماغك بقت مشغولة بحاجة تانية. سنه قلقت. وشويه فكر في بناتك، في مراتك، فاهم؟ الدنيا بقى ابتديت الاوضه صغرت واللمبه اتطفت، وانا اصلا دينامو موتور مش عايز اعمل حاجه. قعدت سنه وشويه ما عنديش ما عنديش بقيت مشلول. الكلمه دي مهمه قوي لاي حد بيجي له القصه دي. الامباكت ده انه بيتشل. في واحد بيتشل في وقت طبعا الحالات اللي هي بيقولوا عليها الاتاك او اللحظه اللي بيجي له دي طبعا قصة دي بقى تانية قصه ثانيه خالص. دي خالص. قصة تانية دي بقى خالص. في ناس بيحسوا هو بيفقد السيطره. ده غير حقيقي اطلاقا. هنتكلم فيها دي. مخك هو اللي بس بيوهمك بين الفترة والفترة انت اوريدي انت حياتك خلاص، حتى وانت قاعد انت كويس ما عندكش الاتاك دي جايلك، انت ما انت زيرو انترست في اي حاجة، شلل. ما انت شايف ان انت في حاجه مش صح، ومش فاهم فيزيكال، حاجه جسديه. انت فاهم. مش سليم. فانت انا ممكن الانسان مدرك الموت في كل لحظه، بس هو احنا عشان احنا جاحدين وبنمسك في الحاجه الملموسه. فانت بتشوف لما بيحصل لك حاجه، لو انت مش في الهواء طاير في عايزك هتموت، او انت هتموت فوق تحت، هي بس انت فوق خفت، بس انت رجلك على الارض، انت من الجهل انت مش حاسس بده. فالسنه دي ونص كانت ضلمه. اوكي. الحمد لله. قعدت وقت قد ايه في سنة ونص، بداية السنة ونص بقى، لما بقى عندك يقين ان ده مش حاجة فيزيكال، مش عضوية؟ بعد قد ايه؟ لا ما اعرفش. اوكي. ما اقدرش اقول لك امتى بالظبط، بس هو مش دي القصه. هو انا الموضوع مش ان انا ايه ده اكتشفت ان انا على فكره ده هو موضوع مش عضوي، فده معنى كويس. لا خالص، العكس، عشان تبتدي بقى تروح على الحته الثانيه. تعالى بس نتكلم بقى، نقسم الدنيا صح. اوكي. هل ده معناه ان ما كانش عندي حاجه؟ لا كان عندي حاجه، بس ايه الحاجه دي؟ هو انت عندك مرض جسدي، هي الامراض اللي احنا عارفينها كلنا، وفي مرض قلبي اللي هو الروح. انت اصلك الاصل هي روحك اللي ما بين جسمك، تمام؟ هي الاصل في كل شيء. مش احنا ما بنشوفهاش، ولكن هي مكانها بالظبط زي الجسم. بمعنى انت جسمك لو اهملته هيتعب، جسمك لو ما مرنتوش هيضعف، وهكذا. لو ما اكلتوش هيموت. ده اللي انت بتعمله روحك على طول الوقت. انت مش بتاكلها ولا بتمرنها ولا بتملاها، انت سايبها بتضيع. فهي عيت تمام. فانا كان في مرض قلبي، كان في مرض قلبي اكيد، بس مش جسدي، تمام. بس ايه اللي حصل في القصه دي؟ اللي حصل رحت اتكلمت مع شيخي اللي هو شيخي من وانا عندي 18 سنه. انت معكش نفس الشيخ؟ هو خليني بس اقول كلمه شيخ دي، لان في ناس كتير بتعطل عند الكلمه دي بس، وبيبقى بالنسبه لها تيرن اوف كده او ما بتعلق. هو مربي، وهو عالم، وهو واحد عنده حكمه. مش واحد بيدي لك معلومه ولا بيدي لك درس لك صح ولا غلط ولا اكيد. لا لو عايز بس انا قصدي مربي زي ما انت قلت بالظبط. فرحت، فطبعا انا عطلان، انا اتكلم معاه طبعا، يعني انا هسبير التفاصيل كتير، ولكن هو قال خلي بالك انا بمر بالازمه دي. خلي بالك انا مش بقول الكلام ده عشان اكريدت نفسي في اي حاجه، بس انا عشان اشرح نقطه مهمه. الحمد لله انا في رايح داخل على الازمه دي، انا ما فوتش فرد الحمد لله، ولا يعني قائم على ولا كبيره ولا حاجه اصلا انا مدركها وبعملها قصد. والمفروض انها في حته كويس، بس الحاله القلبيه ده قبل ما تجيلك ده وضعك كان قبل ما تجيلك عشان بس ما حدش هو بيسمع يبقى فاكر انت كنت خارب الدنيا فانت عرفت. لا خالص. بس خلي بالك هو صلاه عن صلاه تفرق.
ما في الله في دي، وفي واحد بيصلي قبل ما بيصلي ب10 دقايق بدعي ان ربنا يعني تقبل. يعني في دعاء يقول لك اللهم لا تحرمني لذة مناجاتك بشؤم ما صنعت. ده قبل ما تصلي واحد، دي مراحل من الحب يعني. يقول له بس يعني انا وحش، بس بالوحش اللي انا عملته ده بس ما تحرمنيش من اني لذة ان وانا بناجيك بس، فاهم؟ وفي بقى السلام عليكم في دي وفي دي، اي دي صلاة ان شاء الله دي تسقط عنك فرضك وكل حاجه، بس دي حاجه تانية بقى. المهم هو قعد يتكلم معايا طبعا في حاجات كتير قوي، ولكن الخلاصه اللي انا جاي اجيبها للبشر، ولا انا بوعظ حد، ولا انا جاي ادي درس لحد، ولا انا جاي اقول لحد يعمل اي حاجه خالص. انا بحكي قصه حصلت لي، انا عارف مليار قصه حصلت لناس اخرين، انا مش هجيبها على الترابيزه دي لانها حصلت لي. انا اقدر اجيب قصتي انا بس اللي اقدر اجزم واقسم انها حصلت لي. فقال لي على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت تكثر في سجودك، يعني السجود طول فيه، طول عيش. والحاجه التانية كثره الذكر، اذكر، خاصه دي النقطه اللي انا حياتي كلها اتغيرت 180 درجه. اكثر او من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ورد، مش صلي على النبي، لا لا لا، بابك بقى. في اذكار، في حاجات بتبقى مكتوبه، يعني مش ورد. مجرد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل، مش خلاص تكثر. مش صلي على سيدنا النبي 10 مرات قبل ما اخش انام، لا لا لا، انت عيش بقى. بص انا هقول لك الكونكلوجن وبعد كده اكمل لك بقى المشوار، لان ده مهم قوي للناس تعرف. بص انا I would say من الناس اللي انا شفتهم، انا ما شفتش حد كان عنده البانيك اتاكس والانكزايتي اتاكس دي قال لك انا يعني في حد بقى ان كنترول اكتر، في حد بقى احسن شويه بس مش عارف ايه، حد بيجيله حد كده يعني ليفلز مختلفه. وده محدش بيقول على نفسه كده، بس انا محتاج اقول ده لانه ده اللي حصل لي، وده اللي لازم الناس تعرفه. انا الحالات اللي الهلع اللي كانت او البانيك اتاكس دي ما قلتش، ما راحتش، ولكن نزعت من جوايا. عارف التشبيه اللي انا انزع شيء مالوش اثر، ما اعرفوش، ما اسمعش عنه، كأنه ما جاش اصلا، مش بقى الحمد لله احسن افضل، ما اعرفوش، بقت اقل، بقت تيجي على فترات متفاوتة، اختفت، ما اعرفوش عنه حاجه، اختفت، صفر end the end. من سنة ونص كانت بتجيلك. لا القصه دي انتهت من بس هي قعدت انتهت من فتره. انا بقول لك هي قعدت معاك سنه ونص. انا عارف الموضوع ده حصل لك من 2 أو 3 حاجه كده بالظبط. قعدت معاك سنه ونص بتجيلك بباترن، بتيجي بقى ملاش حسب الظروف، حسب الظروف، حسب مزاج يعني. أوكي. خلي بالك ده مشوار، ده مش الحل السحري قولها 3 مرات قبل ما تنام، تنام وتصحى تلاقي هوبا. انت لما بتروح الجيم تقدر تشيل 100 كيلو؟ ما اقدرش، انا جسمي ما يسمحليش ان انا اشيل الرقم ده او الوزن ده. هل انا هتمرن هقدر اشيله بكره؟ لا. ان حب الاعمال ادومها لازم تكمل فيها، لازم تفضل مستمر فيها. فهو مشوار. انت مفيش داء في العالم بالدويب في يوم، مفيش مرض بتاخده حبه بتنام وتصحى تبقى وانت ممكن تخف كمان شهر، انا اخف كمان 3. ده حسب بقى المشكله كل واحد اللي عندك. طبعا حسب كل واحد فين والعلاقه في، يعني دي اسباب كتير، بس مش لازم اللي حسن ده عدى بيه في الفتره دي اخلص الفتره وما انا ما في حصليش حاجه، فاهم؟ يعني كل واحد عنده رحلته. امين. هنا اللحظه اللي الانسان لازم يتساءل وفيها السؤال ده، لازم اي انسان بيسمع اللي احنا بنقوله ده يسال نفسه ان كان هو واقف فين. لازم تفتش جوه قلبك وتبحث عن عقيدتك. احنا بنتكلم دلوقتي عن، انا كراجل مسلم بتكلم على عقيدتي دي. هل انت عقيدتك دي، اغلبيه الناس عقيدته هو وارثها. انا صحيت لقيت نفسي مسلم،
لا اله الا الله ماشي، لا اله الا الله. هل انت بقى مؤمن؟ هل انت مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى حق؟ هل انت مؤمن ان القرآن ده كلامه هو مش مكتوب؟ خلي بالك الاسئله دي حد طبعا اسال نفسك السؤال ده بينك وبين نفسك، اساله وانت حاول تطلع من نفسك اجابه. هل انت مؤمن ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده هو سيد الخلق، وهو النبي عليه الصلاه والسلام، وانه كان يوحى اليه والكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هل انت مؤمن ان انت لو مت دلوقتي هتقف وهتحاسب؟ خلي بالك، وعلى فكره الاجابه لو لا دي مش حاجه وحشه. لو لا يبقى انت انك تعرف احسن من ان انت تبقى عايش في ضلال، تبقى سيبك يبقى انت ضايع. مم. لانه لو لا تشتغل على نفسك، تشتغل لغايه ما جاوب لغايه ما توصل لاجابه. لو الاجابه انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى حق، ومؤمن ان القران ده كلامه هو، نقف وقفه عشان نفهم. الانسان بطبعه، لان احنا على قدنا يعني، انه بيبالغ. يعني شادي انا يا انت وحشني جدا، انت اول ما ترجع من السفر انا هفرش لك الارض ورد. انا مش هفرش لك الارض ورد ولا حاجه، بس يعني هستقبلك انت هتيجي تتغدى عندي بكره هعمل لك وليمه. مش هعمل لك وليمه، اعمل لك شويه حاجات حلوه كده. بس لما اللي بيتكلم بقى المتكلم لما يكون ربنا سبحانه وتعالى، كلامه ما ينفعش يبقى فيه مبالغه. ليه؟ لانه يقول للشيء كن فيكون، مش محتاج ما بالغ في ايه. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، مين اللي قال الكلام ده؟ انا؟ الشيخ؟ الدرس؟ مين اللي بيقوله؟ طيب اذا الداء اللي عندي ده هنا قلب، ما جبتش حد من عندي، ما اكتشفتش ازاي. المضحك في الموضوع ان الاجابه والحل موجود، وكرم ربنا انه متاح للبشر، مش ببلاش سر بقى انك تروح مش عارف مين وده ولا خاصه خالص. ولكن تاكد ان القران ده ليه مفاتيح، ودي حاجه انا عصرتها. خلي بالك عادي، انا قريت قران كتير وسمعت كتير، ويخش من هنا ويخرج من هنا. وانا مؤمن ان القران ده ليه باب. اول ما انت تبقى صادق وعايز انت بتسمع كلام اللي خلقك، حياتك هتتغير. الكلام ده الواقع بتاعه مختلف. لما اللي انا عطلان عنده اللي هو الحل كله بايده، هو يقول لي الا بذكر الله تطمئن القلوب، ما انت بقى مش هقلب لي في كل حته في العالم بتدور على حل المشكله عندك وسايبه. دور. خلي بالك في مشكله كبيره او فرق كبير ما بين الداء واعراض الداء، المرض واعراض المرض. يعني انت عندك صداع فاخدت بنادول، الصداع راح. هل البنادول ده عالج مشكله الصداع؟ مثلا عندك برد، عندك جيوب انفيه، عندك خالص، هو عالج الاعراض بس هو ما عالجلكش المشكله. ودي المشكله اللي 99% من الناس اللي بيجي لهم بانيك اتاكس وانكزايتي اتاكس بيعملوه، بيروحوا يحاولوا يصلحوا الاعراض، يروح للدكتور وياخد في ادويه بس وسيب مش في الاوريجين ادويه بتاع واضرب مش عشان مش اصل هل اللي بياخد دواء ده بيستريح شويه، بيخدروا شويه، بينيموا شويه، ماشي بيريحوا. هل هو حل له المشكله؟ لا، لان المشكله دي مشكله اصلا هنا، مشكله هنا. والكلام اللي انت بتقوله ده حاسه برضو زي ما ضربت المثل بين البنادول والعلاج الاصل، حاسسها برضو وانت قاعد بتتكلم كده، حاسسها ليها دعوه بالادراك والايمان. اكيد صح. ده حلقه الحمد لله. الحمد لله، ما الحمد لله على الحمد لله. معنى كان مره محمد شاعر بيقول له، اول مره سمعتها منه، الحمد لله على الحمد لله. يعني الحمد لله اني بقول الحمد لله، ده معنى كبير قوي. الحمد لله انت مدرك، الحمد لله ان احنا قاعدين بنسمع الكلام ده، الحمد لله. ولا برضو قالوا بس قالوا تانية تعالى كل ده. فده اللي انا عايز اقوله. وانا والله ما بزود شعره ولا يعني بحاول يعني اشكل واجمل القصه ابدا. وانا لما بقول ان هذا البلاء
يعني يعني مثلا يقول لك الفرق ما بين المغفرة والعفو، والله أعلم يعني. يقول لك المغفرة، العفو أكبر. المغفرة يغفر لك، خلاص عملت معصية يغفرها لك. إنما العفو إن هو يمسحها لك، ينسيها، يشيلها. فأنا ده اللي حصل معايا كده. انتزعت. وأنا دي كانت بداية عالم جديد في حياتي. وأنا أقول إن في هذا المشوار عرفت يعني إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وفضل الصلاة على النبي شيء محدش هيفهمه غير لما يخش فيه. خلي بالك أنا كنت واحد جاي، مش جاي بقى من حتة تانية خالص. جاي من حته حلوه أنا اوريدي راجل بالنسبه لنا. قبل ما ابتدي المشوار ده أنا اعتمرت 3 مرات ورحت زرت زدت 3 مرات، بس رحت وجيت زي يعني مش حاجة. وكنت دايما اقعد ابص على يعني شيخي وناس كتير قوي من الناس اللي يعني لا نزكي الله احد، بس يعني ناس من يعني نأمل ان هو ناس كويسه يعني. وكان فيهم شيء ان كومن بالنسبه لي كان غريب قوي. علاقتهم بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخي يجوا يتكلموا عليه، ودي ناس اكابر كباره، ومنهم ناس يعني تلاقي قلبه بتحس قلبه بيتعصر وهو بيتكلم، واحيانا يبقى مش قادر يتكلم. وده مش في شخص، في 1 و2 و3 لسه شايفها من يومين على حد قامة برضو جت سيرة النبي. دي لحظه. خلي بالك طبعا انا عديت بقى المشاوير كلها، عديت على المشوار المتخلف اللي في الاول، اللي هو طبعا يعني الحمد لله لا اسيء الظن بحد، بس انت جوه نفسك طبعا مسويها شويه. اصل انا مش حاسس بده، بتجنني، فانا مش فاهم. وخلي بالك انا هرجع اقول لك تاني، انا مش مثلا طب ما انا بصلي وبعمل. بص دي الحاجه اللي محدش بيعلمها. ممكن واحد شيخ يعلمك فقه ولا حديث ولا انما دي امور قلبيه. هتقعد واحده واحده لغايه ما يتاذن لك بقى ان انت تشوف حاجه من الحاجات دي. في الفتره دي، في التجربه دي، بقعدتك مع شيخ والقعدات اللي الواحد بقى بيحاول كان ايه يقرب، عمرك حسيت او جالك اي وقت حسيت ان انت طاير، انت معانا بس مش معانا؟ طبعا جاتلك، اكيد. قدرت توصل لها؟ مش قدرت توصل، دي كلمه لا حاسس ان هو ان انت تعيش أنا فيها دي جامد قوي ان قصه انا اوصل لا لا، خالص. بس هي صعب الوصول. يعني بقول لك لازم تجتهد جامد، بس ان انت تعيش فيها ده قصه تانية خالص. انت ممكن توصل لها وتروح راجع تاني، فممكن تتجنن. جدا. بص تجنن انت نفسك تروحها تاني مش عارف. لحظات، لان انا انسان مقصر وانسان عندي قرف كتير، و اللحظات اللي ربنا بيمن عليك فيها انك تدوق حاجه من الحاجات دي، الدنيا دي كلها بيحصل لها حاله من الهبوط، قيمتها صفر. زي ما اقول لك بالظبط، انا هاخدك المريخ، تلاقي احنا المريخ بجد مش بهزار، وجبت لك شنطه فيها $7 مليون عادي، مش قيمتهم بالنسبه لك صفر. او لو اديتك علبه مناديل او كرتون، قيمتها بالنسبه لك بل يمكن بالعكس. يعني المناديل والكرتون ممكن تفكر تعمل بيهم حاجه، ممكن تستفيد بيهم، يعني ممكن تمسح بيهم حاجه. الفلوس دي في المريخ يعني. فهي اللحظات دي هي لحظات طبعا. وسالت فيها مش عارف اعمل ايه، والاجابه كانت ان حد من الصحابه قال لسيدنا النبي نفس الكلام، قال له احنا قاعدين معاك احنا شايفين الجنه، بس لما بتسيب المجلس ده. فما معناه يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يعني انت لو فضلتوا على نفس الحال اللي انتوا فيه جوه دول لصفحتكم الملائكه في الطرقات. يعني يعني اذا هم كده فخلاص يعني.
طبعا هم كانوا يعني هم كان عندهم حاجه مش عندنا، هم شافوه احنا مش شفناهوش. بص، والله الصلاة على النبي مفتاح لكل باب. انا بقول لك ده عن تجربتي انا كانسان في الحياه، انا ولا بقول لك يا ابني قوم صلي ولا خالص. فاهم. اول حاجه انت امرت بالصلاه على سيدنا النبي، مش اكسترا يعني. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مش اكسترا. سمعت دلوقتي ايه اللي حصل لما احنا قلنا عليه افضل الصلاه والسلام؟ دي نقطه تانية نتكلم فيها لانها مهمه قوي. احيانا لما بيجوا يتكلموا على المعجزات، معجزات الانبياء، واحيانا بيحصل تحس كده في احيانا ايه مسابقه مش عارف مين ايه ده. سيدنا النبي ليه معجزات كتير، كفايه اصلا الاسراء والمعراج. ولكن اعظم في رايي ده، يعني رايي البسيط يعني، اعظم معجزه حصلت لاي انسان مش اي نبي او اي الانبياء، يعني معجزات الانبياء، هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وهقول لك ليه. كل وده يعني طبعا ده لا تقليل في اسيادنا يعني الانبياء والرسل يعني. اي نبي فكر في دي تاملات. المعجزه اللي حصلت له اي نبي، معجزته هي معجزه للناس اللي كانوا عايشين معاه. سيدنا عيسى كان يحيي الموت، حاجه. سيدنا موسى كان كليم الله، شق البحر، حاجات. بس الحاجات دي واقعها كان على مين؟ الناس اللي موجوده وقتها. هل شق البحر ده ليه واقع عليه دلوقتي؟ طبعا انه ماشي من وجهه نظري بس هل ليه واقع عليه؟ لا. هل ليه اثر عليه؟ لا. هل انا بستفيد بيه؟ لا. سيدنا النبي ورفعنا لك ذكرك. اما تقول تذكره ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها بتصلي عليه الى ابد الابدين. طب انت لما بتقول عليه الصلاه والسلام بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بتثاب ليك عليها ثواب. فدي معجزه بتفيد البشر لحد ما يوم القيامه بيقوم. مش معجزه انتهت، لا. وما ارسلناك الى رحمه للعالمين، دي واحده منهم. فبس شوف في اليوم الواحد، فكر في اليوم الواحد في كم مليار واحد بيقول عليه افضل عليه افضل الصلاه. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ومش بس هو، لا، دي ليها واقع عليك انت، بتعمل فيك حاجه انت. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الحاجه الوحيده التي لا ترد. ممكن اي حد يدعي دعاء يتقبل او ما يتقبلش الا الصلاه على النبي. يقول لك لو واحد جاحد قال اللهم صل على سيدنا عليه افضل الصلاه ما تقبل. عشان كده يقول لك لو في دعاء او صدق في حاجه ابتدي صلي عليه وادعي وصلي عليه. احنا بنصيع بقى بشر بقى تعبانين ايه ده؟ طب هزنق يا رب يعني. ف صدقني يعني انا ربنا نزع من قلبي هذا البلاء لانه كريم ولانه فضل منه سبحانه وتعالى. ولكن اعتقد يعني I feel comfortable ان انا اقول لك ان ده نزع بفضل الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وانا بحكي القصه دي بتفاصيلها الممله دي عشان اللي بيسمع، ما هو اي واحد عنده هذه المشكله هو قاعد بيدور. انا عملت كده. انا لما ابتديت افهم انا عندي ايه، ابتديت احاول اشوف مين عمل ايه، اخش على فيديوز ذا 5 موست مش عارف ايه لا اصل انت بالنسبه لي اما حكيت لي على الموضوع ده اما عرفته، و انا عرفت كذا حد جاله الموضوع ده. في بقى اللي عنده عرف اسباب، في اللي ما كانش عنده اسباب زيك كده وجات له وقعد بقى ودخل في قصه الادويه. وانا الموضوع ده انا برضو بتكلم على شخصي، انا ما بحبش الادويه خالص، لان بشوف في ناس دخلت في ادويه وفضلت مكمله في الادويه، دخلت بقى في سكه تانية خالص، فده موضوع يعني.
وفي اللي دخل في الموضوع ده بسبب تروماز وحاجات قديمة، بس أيًا كان السبب. بس اللي شايفه عامةً موضوع الanxiety وده وكل حتى research اللي طالع وبتاع بيقول لك إن أنت على من أكتر أمراض من دلوقتي لحد 2030 هي الanxiety والاكتئاب، وفي حاجات كتيرة مرض أوي كده. العصر مرض العصر مرض يعني، مرض العصر العصر. عندي ليك سؤال، سؤال عملي جدًا. أنا واحد النهارده بييجي لي panic attacks. إيه الحاجة اللي ممكن عن تجربتك هاعملها دلوقتي زي البنادول ممكن تقلل لي أنا عمري ما جات لي، بس تقلل لي الخوف أو الrush بتاعة إن أنا هاموت، ده بُص دايمًا باسمعها الحاجة الحتة اللي ممكن تقلله لي دلوقتي، وإيه بقى العلاج اللي على long run بس. هاقول لك على حاجة سهلة أوي اللي بييجي له ده. أول حاجة بييجي للشخص ده إن هو بيحس إن هو out of control، هو غير متحكم في نفسه، وبيحس إن هو هيكولابس، هيموت أو أنا كده مش قادر، أنا لازم مش حقيقي، ده مش حقيقي، يقول لنفسه ده كده. مش حقيقي. أنا ما فهمت أول ما كان بييجي لي أول رسالة بقى ده مش حقيقي، 50% تحت instant على طول، لأن هو أصل هو في الآخر ده عبارة عن إيه؟ هو ده خوف غير مبرر، مش حقيقي، خوف غير مبرر، ما فيش سبب حقيقي، ده فأنت ده ترجمته كده بالعربي. ده يبقى يعني ده هو الفكرة دي، ده خوف غير مبرر. ف أنت ولا بتموت ولا أنت بتنهار ولا أنت مشلول، أنت مخك اللي بيعمل فيك كده، فأنت تمام. ده البارادول، ده البنادول. ده عشان دي هتقلل معاك 50% 50%. أنا instant ما كده. تمام، أنا هاروح سايق أعمل إيه ده، أنا لا أنت ما فيش حاجة، أنت كويس، ما بتموتش. لو بتموت هتعرف إن أنت غالبا بتموت، أنت مش أوكي. بتموت. أوكي. خلي الناس، ما هو الشخص اللي أنت بتكلمه أو أنا بكلمه ده هو أدرك هو عنده إيه. طبعًا. يا باشا أنا أول مرة حسيت أنا طبعًا غرقان بقى، أنا فاهم مش قصدك. مش عارف، فاهم. مش فاهم حاجة. إحنا بنتكلم على اللي مدرك حاجة زي كده بالضبط. المشكلة بقى إن في ناس كتير عارفين وبقى لهم سنين وسنين وسنين وعندهم المشكلة دي، وstill وبرضه هو لسه. حياته. عارف بتفكرني فاكر the film بتاع The Beautiful Mind بتاع راسل كرو، كان بيشوف حاجات لحد ما ابتدى يتعامل خلاص هم موجودين بيشوفهم انتوا مش حقيقيين، فاهم؟ ابتدى يتعامل هم كده. بس هو بقى احنا في حياتنا احنا هنا بقى هو ده مش حقيقي بجد بقى. هو ده مش موجود. بالظبط. هو ده اللي لازم انت او الشخص اللي بيجي له ده فده 50% قلل معاك 50%. ده بس عشان نكمل اليوم بس. حلو. العلاج الطويل بقى، الشتة السريعة كده. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس كده. اذكر بقى زي ما انت عايز بقى، يا لطيف اذكر يا اللي انت عايزه، يا بتاعتك. شافي يا كريم يا معين. عايز من الاخر صلي على النبي. ما هو انت الصلاه على النبي هي ذكر. اللهم صل يعني اذكر. فهو بيقول لك دي حاجه. خلي بالك انا مش عايز بس يعني اتبحر في الحته دي، لاننا ما اقول لك انا، ما هو بيقول لك ايه، من ذاق عرف ومن عرف اخترف. فما انا اخترف ازم غرف بقى. ما انت لما تقف على الباب ده ويبتدي يوارب وتشوف شويه عايز فتكتشف ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هو مش صلاه على النبي نقطه، لا دي عوالم مختلفه. دي بدايه، ده مجرد بس دي اول خطوه، وفي صيغ، في عالم بقى، في صيغ. واحد بيقول صيغه كلها، محدش بيقول عفرطه يعني، عادي صيغه مختلفه فيها ادب وفيها حب. ما هو ايه الاصل هنا ايه؟ الحب. ده واحد بيحب، هو مش بقول لك الناس اللي بيتكلموا، بقول لك ده قلبه بيتعصر. خلي بالك اللي بيكثر من صلاة النبي خلاص بيحب. صح. انا اعتبرت بقى من شهرين كانت بالنسبه اول عمره في حياتي. يعني عملت 3-4 مرات. رحت في المولد. انا اصلا يعني السفريه رايحين في المولد يعني نزور يعني في السلام. لا انت رايح بمنطلق تاني بقى خلاص. انت وانا والله انا مش التفاصيل دي انا بحكيها لاني عندي امل ان يبقى ليها واقع على الناس، مش اللي هو انا بقول لك انا بعمل ايه ولا مش بعمل ايه، بالعكس دي امور خاصه جدا. عارف. بس انت رايح افتكر كده انت وانت مع الفارق يعني
اول مره راح تقابل مراتك، مش مراتك بقى في الاول، صاحبتك. وهعمل وهلبس هعمل هقول لها ايه فاهم قصدك كويس قوي، لان انا عامه لما بتيجي تحكي لي على كاس، انا عارف ان احنا مش طالعين هنا عشان نقول الواحد اعتمر كام مره، وانا عرفت ارسنال انت ما بتظهرش كتير ولا عارف الكلام ده خالص، بس انا بقول لك وكلنا كده رحنا اعتمرنا كذا مره، بتروح هناك بتحاول تحس بالاحساس دوت، بتحس بسكينه طبعا وكلها، بس بتشوف الناس التانية بقى لما بتيجي تتكلم صوتها بيتخنق، بتبقى مش فاهم، بتحس ان انت تقصير منك. انت بتقول سكينه ليه؟ اسال نفسك. فاهم. الانسان لازم اسال، خلي عندك فضول. بس انا لما طب سرح ليه؟ ايوه ليه؟ دعبس بقى كده. هل مش يمكن تكون حاجه خياليه مثلا في دماغك؟ في ناس تقول لك يا عم ده بس ده سب كونشس، انت عشان كده فبتحس، فده انت في هيقول لك ده كتير قوي. بص، اي انسان بيروح له سيد نبي كريم، فاي حد هيروح يعني هيبقى ليه حظ من الحلاوه والجمال اللي هناك. هتاكل ان شاء الله، اي واحد ان شاء الله. بس تساءل بقى، يعني انت روح تساءل، وروح كلمه، وروح اساله. احنا رايحين بنشوف الزياره، هنعمل ايه؟ هنخش ازاي؟ هنعمل ايه؟ خش كده عادي. بقول لك انا مش اول مره اروح، بس انت داخل بمنطلق تاني خالص. طب انا هخش كده دي فاضيه. طيب انت داخل عندك ميعاد مع رئيس الجمهورية، هتخش كده ايوه مش عارف مين، توتر فظيع. انت هتبقى قاعد قبلها ب7 ايام قاعد متمسمر، وهلبس ايه وهعمل ايه، ورحت وهتنتبه، ولو حد كلمك مش هترد عليه، هتقابل حاجه كبيره قوي. طب انت ايه المشكله؟ طب انت راح تقابل سيدنا النبي يا عم، احنا واحنا واقفين بنزور هناك والله احنا ما بنحكمش على حد، يعني واحد ده ماسك الموبايل بالعكس يمكن هو يعني مش قصدي، بس قصدي انت بتبقى في توتر، ممكن نيفر نو، يعني ما تبقاش عارف لا خالص، هو يمكن هو اصلا طاير وانت هتمسك بس في جلابيته. والله ما قصدي، انا عارف بس قصدي انا بقول لك انت كنت في حاله، انت في حاله كان الواقع بالنسبه لك مختلف تماما، كانك اول مره تزور ومش عارف امشي. تروح فين؟ امشي اروح فين؟ مش ازاي؟ ده انا ما صدقت، ده انا ما صدقت لقيتك. فهو فضل كبير. انا قلت لك هو مفتاح كل باب، صح. احنا كبشر في اول حلقه قلت لك احنا عندنا المبالغه دي ما فيهاش مبالغه. كل يعني باب. كل اي باب مشاكلك بقى في اي حته. الكونكلوجن بتاعت القصه دي هو ربنا سبحانه وتعالى هو بأمر كل شيء هو الخالق. بس انت لو يبقى عندك مرض قلبي يبقى تروح لمين؟ روح لدكتور القلوب. مش هروح مش معقول اصل صدري عند بكح ومرايح لدكتور عظام اقول له لا شوف لي الموضوع ده. روشته مكتوبه من قبل ما تروح، سهل. روشته مكتوبه من قبل ما تروح، على بذكر الله تطمئن القلوب. بس خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عايز قلوب لا قوالب، يعني عايزك انت اللي تجيله، يعني هو مش قادر ان هو يجيبك، ما انت هتيجي. بس هو ايه الفكره اصلا؟ هو قادر على كل شيء. فايه الفكره؟ ايه الفكره ان هو يخليك انت اللي تروح يمين او تروح شمال؟ ايه الفكره؟ المشكله ان احنا مش فاضيين اصلا، عندي مش عارف مين وشغل وكذا وعايز اعمل والفلوس والمش عارف مين، القصه دي بعيده. سن ال40 علامه الاستفهام، انا مين؟ انا ليه؟ والله ما اقول لك وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. كان ممكن يقول لك وخلقنا الجن والانس ليعبدون. بص الكلام، يعني انا خلقت الجن والانس عشان يعبدون. قال لك لا، وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، يعني انت يعني لم تخلق الا عشان هذا السبب. طب
ماشي، اديك في الروجيتا اهي يا جماعه لما واضحه. طب ما هي العباده؟ العباده انا ما اخرجش من الجامع، لا طبعا الصلاه جزء مش هزار يعني. مم. بس هي العباده هو قصه بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل جه وبيعلم الصحابه الاحسان من الاخر، يعني ان تعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فهو يراك. هي دي العباده. العباده ان انت تعيش حياتك زي ما انت حياتك، تشتغل وتعمل. شادي انا عارفك، انت الحلقه دي داخل بيها بنيه معينه، هي دي ان انت صح. في اللي انت ممكن تبقى داخل في نيه تانيه خالص. صح. فهي دي ان انت تبقى شايفه في كل حاجه، شايفه في شغلك، شايفه في اهلك، في مراتك، في عيالك، صح. في الراجل. بص يعني عشان بس انا اصل ده بحر انا ممكن اقعد نعيش فيه يعني، بس انا بس تو كونكلود النقطه دي اللي هقول لك. بس احنا بنتكلم ان سيدنا عليه الصلاه والسلام هو مفتاح كل باب. ما انت لما تبتدي المشوار ده بتحبه، فبتتعرف عليه، فبتقرا، فتشوف هو كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. وانا ادي لك مثال برضو هدفه فقط ان تو كومبريهند المعنى ده. يقول لك سيدنا كان لما حد يجي يكلمه يلتفت اليه بجسمه كله، مش ايوه، لا لا لا، يلتفت بجسمه. ايه الادب ده؟ فهو ما عملش كده. انا يعني مش قصدي مش هبقى ايه ادب، فاهم مش فاهم هتكلم حد كده. فاهم فاهم. فانت بقى فجاه لما الحاجات دي بتظهر قدامك، ما انت لما تحب حد هيبقى قلبك وعقلك مشغولين بيه طول الوقت، فتفتكر هو سيدنا كان هيعمل كده، هو كان يتكلم بالطريقه دي. لما مثلا تبقى مش عارف مين فتتكلم، هو كان هيعمل كده، هو كان هيتكلم بالطريقه دي، هو كان هيتعصب على الراجل اللي كسر عليك. هتلاقي انت حياتك اهدى تهدى. حياتك هتبتدي، مش فكره بس هتهدى، انت حياتك هتبتدي تتلون بشكل فاهم مختلف. قصدك كويس قوي، فاهم قصدك كويس قوي. بس بس فانا بقى في دوشه بقى عندي في شغال على حاجه سيدنا النبي. بحاول طبعا بحاول بس يعني بحاول اعمل حاجه تنفع يعني تبقى طليق بيه. انا مش عاوز اعمل يعني مديح رقم مليون والف في حاجات طبعا. وفي طبعا كلام احنا مش هنعرف نكتب كلام زي احمد شوقي وفي البورده والحاجات فانا حاسس ان انا واحد اصلا في دماغه خرم في موضوع المزيكا ده ووصلت في الحته دي، فلازم حاجه يعني يمكن انا مكاني في الحته دي يعني. ان شاء الله. بس ظهر اي بوادر حاجه طالعه قريب حاجه ما يؤذن بقى. انا يعني بص انا الو مستني انا عارف يومك بسنه اصلي، انا عارف يومك في العادي بسنه، فما بالك بقى في حاجه زي كده. انا في القصه دي مش راكب ورا يعني، بركب في الكنبه على الكنبه اللي في فاهم قصدي يعني، مش يعني طول الوقت بقى ان كنت يعني انا دي مش فاهم يعني فاهم. بص يعني برضو بص انا يعني بحاول اشير الحاجات اللي اثرت فيا لعل يكون ممكن توصل لحد يعني. من الحاجات برضو يمكن حكيتها لك قبل كده وكانت بالنسبه لي ليها وقع مهم بمناسبه علامه الاستفهام ومناسبه ال40 والتساؤلات. سمعت قصه حلوه قوي برضه، القصه دي حصلت او ما حصلتش بس هي ليها معنى حلو يعني. يقال يعني شخص حلم بواحد بولي من اولياء الصالحين ولا ذكر الله احد. الراجل ده ميت يعني، فالراجل ده حلم بيه، اسمه احمد المتوفي الامام ده. فالشخص اللي حلم بيه قال له يعني يا امام ربنا عمك ايه اللي حصل؟ فهي قصه طويله قوي، انا بالنسبه لي قصه في اول سطرين. فقال له ربنا سالني بما اتيتني يا احمد. بس قصه بقى طويله قوي، انا بالنسبه لي هو ده الموضوع. ومش قادر يعني انا من ساعتها وانا مش قادر اشيل من دماغي بما اتيتني يا حسن. بما اتيتني. فانا اول ما سمعت دي فجاه لقيت ان الاجابه صحراء مش مرعبه. لان عمرك ما هيبقى معاك حاجه، ولكن لو انت عندك ميعاد مع ملك عمرك ما هتقدر توفي مقامه
ولا هتقدر تجيب حاجه بس هيبقى من العيب قوي ان انت تبقى داخل كده مساء الخير مش حاجه اي حاجه بس كيس جواف ادبا، فاهم قصدي؟ فانا ما عنديش اجابه، بس انا كنت بتكلم مع شيخي فبحكي له القصه دي سبحان الله يعني، يعني بيقول لي هو يعني يعني فقال لي يا عمي لما تسال ان شاء الله ربنا يسالك السؤال ده، بقول له اتيتك بالصلاه على النبي. فلما قال لي الاجابه دي حسيت طب انا اقعد بقى انا همسك فيها همسك فيها عشان يمكن هو قال مم. لك رحمه للعالم، يمكن مش يمكن هو ان شاء الله يعني دي تعديني او شفاعتك واسطتك كده. مم. بص تو كونكلود القصه دي كلها، مشكله ان احنا بنبص للدين على اساس ان الدين ده حاجه تاريخيه او حاجه جزء من الحياه. هو الدين الحياة. حياه، مم. فالشغل والحياه مش والدين ده درس دين والشيخ خالص. مم. مم. هو ده الاصل في الموضوع، هو كل حاجه في حياتك انت اصلا خلقت ليه، ما خلقتش عشان تنزل وتخرج وتعمل وتشتري واجيب البيت والعربيه واعمل فلوس وابهدل الدنيا، ما تاخدش كده خالص. مش كده، انت اتعودت على ده، والدليل ان انت لما تعيش عمرك كله بعيد عن القصه دي كلها، قلبك روحك الامراض بقى احنا كمان بتبتدي تقفل. فلما تيجي تتكلم على واحد يقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده بس لما تيجي تتكلم مع طفل ده مش عشان هو عبيط ولا هو مش فاهم حاجه، لا خالص. ليه لان هو لسه على الفطره السليمه الصحيحه. ده الديفولت بتاعه. تقول له في ملائكه ايه انت جبت واحد شحط دلوقتي الغريب في الموضوع ما هنرجع يعني اسال نفسك هل انت مؤمن بجد ان الكلام ده حق؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف في مش عارف ملاك عنده 600 جناح. قران انا مش بقول لك انا قصه خياليه. لو انت جبت واحد قلت له اقول لك ايه، بس لو قلت الطفل لو هيصدق. قلت له لا في القران اقول لك طبعا، بس هو بالنسبه له طبعا ده بس لو قلت الطفل هيصدق ايه ده بجد. فقصدي الاصل هو هذا العالم هو الاصل في الموضوع، انما احنا عشان ارتبطنا بقى بالحاجات الماديه الملموسه، فبقت الحاجات دي صعبه ان انت تقبلها وتحسها وتتعامل معاها. وانت قاعد بتتكلم دلوقتي قعدت تحط نفسي في كام موقف كده، لا تفرق مع اي حد قوي يعني. دي قصه حياه اي حد. هو في انسان ما عندوش شغال بموتور يعني؟ ولا كلنا واحد، كلنا مخلوقين من نفس الشيء. انت فطرتك روح، انت في نفسك دي، انت السواد اللي انت بتعمله في حياتك بتشكل بيها النفس دي. انما روحك اللي هي السر اللي انت تعرفش عنها حاجه، هي اصلها فطرتها عايز تروح له، مش هتروح. فانت لما تقول اصل انا سكينه، ايوه لان هو ده بيتها، هي عايز تروح بيتها. هي غريبه هنا، انت قاعد بتعذبها طول الوقت وانت موديها بتعذب فيها عذاب غير عادي، لان هي راحتها بيتها عنده. صح. ربنا سبحانه وتعالى حاجه يعني، ربنا يعني هو خلق الزمان والمكان لكن قال مره سمعت معنى ان المؤمن، قلب المؤمن يعني ربنا يسكن قلب المؤمن. طبعا لله المثل الاعلى يعني، بس قصدي معنى كبير، معنى كبير ان انت قلبك ده بيت ممكن يبقى قد كده وممكن يبقى قد الكون ده كله. ما هو انت طالما يعني اذا هو اللي هيسكنه ولله المثل الاعلى، هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى قلبك غير قلب التاني، انتوا زي بعض، نفس الهيئه ونفس الشكل ونفس مش عارف مين، بس انت قلبك ده قادر يشيل. ربنا يبارك لك في الحته اللي انت وصلت لها دي، ويشفي قلوبنا جميعا بجد، ايا كان بقى المرض ايه او الداء ايه او احنا كلنا عندنا ما انا بقول لك كلنا.
أنا ب كلنا الموضوع بيختلف بقى، بتجي لك منين، بس خلي بالك كلنا أنا عندنا. باحكي لك الside الجميل. أنا عندي بقى حاجات كلنا مقصرين، يعني أنا صح. هاقول لك على حاجة طريفة جدًا، هي مش طريفة يعني، هي نقطة غريبة يعني. أنا أحيانًا كتير دلوقتي باشتاق للأيام اللي أنا كنت فيها الصعبة، السنة ونُص دي. عشان كنت بتعمل مجهود أكتر تقرّب. في حد يقول لك أنت عبيط يا ابني، أنت فاهم، سادي. هو فاهم. في يعني والله العظيم لسه كنت باحكي القصة دي، فاهم. لإن أنت وقتها أول حاجة أنت كنت صادق 100%. 24 ساعة في ال24 ساعة اللي أنت يا رب أنا مش كويس. فأنت لمّا بقيت كويس يالّا طبيعي. مش يالّا هنقول بس فاهم، أيوه فاهم، بقى لا الصلاة. هترجع بقى للحياة وبتاع وكده، فاكر القصة دي كلها وأنت موجود، بس مش هتروح الgym زي ما كنت بتروح في الفترة دي يعني، مش هتاخد نفس بالضبط. بس أنا بادعي دايمًا إمم. إن أروح. بُص أنت طول الوقت محتاج له، إمم. محتاج له وأنت تعبان وأنت في نفس الاحتياج يعني مش. بس طول الوقت نفسي آخد مقام أكبر، إني أروح له وأنا relatively شايف إن أنا مش راشق في الحيطة، فاهم قصدي؟ مش عايز أروح له وأنا فاهم واخد بناه في وشي وفاهم يا رب أنا مش. عارف في اللحظات دي اللي هو باحاول اللي هو إيه، والله أحيانًا الواحد بيحن لأن أنت واقف على طراطيف صابعك وبتسأل نفسك، ما أنت مدرك بقى إن أنت أهو أنت في أي لحظة. هو أنت خلي بالك، هو أنت دلوقتي بالنسبة لي يعني دلوقتي أو في الفترة دي واحد الحقيقة يعني، واحد إن أنت في أي لحظة أنت مش معانا. بس أنت إحنا بقى عشان ضعاف ما بندركش ده يعني بندرك ده لمّا فاهم يبقى فاهم خلاص بقى فاهم، إحنا العربية بتقلب منك اللي هو إيه عشان كده عاوز أقول لك على حاجة مضحكة. أنا مقتنع إن ما فيش حاجة اسمها إن في واحد إنسان ملحد خالص. ماشي هو براحته يعني، قال لك أصل ما فيهاش يا عم، والله لو راكب الطرا بتوع يا رب والله هو بيغرق هو نفسه وأنا أقول لك يا رب سبحان أنا الله. دي شفتها قدام عيني والله العظيم، في موقف صدقني كده وحد عزيز قوي عليك كان وراح مرة قلت لا يا راجل. فاهم قصدك. طيب في عندنا كده tradition، كل مرة بيبقى هسأله لك دلوقتي، بتسيب سؤال للضيف اللي جاي اللي انت ما تعرفوش، فالأول في دلوقتي هسألك السؤال بتاع الضيف اللي فات. ايه تعريف الحب بالنسبة لك؟ أنا تعريف الحب بالنسبة لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش حب. انت عارف الإجابة بعد ما احنا اتكلمنا فيه ده، كنت عارف هتقول لي كده والله. يعني حب ربنا سبحانه وتعالى وحب حلو السؤال. ما بقول لك جاي سبحان الله، حاسه جاي. السيدة ربعة العدوية كان ليها دعاء جميل. بص بقى الحب: يا رب إن كنت تعلم أني أعبدك من أجل جنتك فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، ولكني أعبدك لأنك تستحق أن تعبد. ده مش محتاج. هي ده اعمل في اللي انت عايزه. بص أنا في معنى ده أحلى معنى للحب ده. وأنا بص أنا عندي رأي على قدي برضه. وإذ قال ربي الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بيسأل الملائكة أقول لهم أنا في خليفة في الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك إني أعلم ما لا تعلمون. إيه ده؟ إني أعلم ما لا تعلمون. أنا إحساسي الضعيف الفقير في الآية بتاعت إني أعلم ما لا تعلمون، الله أعلم ولا نزكي يعني أي حاجة ولا نتألى على الله. تفسيرك أنت إنه يعلم إن في ناس هتحبه حب غير عادي، حب رايحين هم مش مضطرين ولا جنة ولا نار. هو أنا إحساسي إن ربنا خلق الكون ده للناس دي، الناس اللي غرقانة في حب. ما فيش حب زي حب ربنا سبحانه وتعالى. الحب في الدنيا أنواع، حبك لمراتك غير لأولادك
غير لاصحابك، غير صح، اللي مش صح، عارف صح. مين، مختلف. كل واحد ليه هو كله حاجه. الحب، اصل الحب الرحمه، اصل الحب إمم. الرحمه. إمم. طب هو ايه اول حاجه جه عرفك عن نفسه في القران؟ قال لك ايه؟ الرحمن الرحيم. ايه ده؟ والله العظيم احنا ما نتدبرش. كلها حاجات بتبقى انت لو قدامك. وقفت عند بسم الله الرحمن الرحيم وما قريتش الف لام، ما قريتش الفاتحه وما قريتش الف لام، دي لوحدها تغير لك حياتك كلها. مستحيل يكون في انسان كاتب الكلام ده. مفيش، مستحيل يكون في انسان كاتب بسم الله الرحمن الرحيم بس. مش بقى مش حاجه ثانيه. ده لو واحد قاعد يعصر دماغه طب هخليها الرحمن المنتقم. طب بلاش حاجه عنيفه، خليها الرحمن الكريم بس ياسف ماشيها حضرتك كده. لسه هقول لك ان هو والله لو شغل ده وشغلك هقول الرحمن الرحيم يقول عليها قالش، فانا مش هقولها. انما ما ينفعش حد يقول الكلمه دي غيره. هو لما جه وصف نفسه قال لك الرحمن الرحيم، لان اصل كل شيء الرحمه، واصل الرحمه هي الرحمه. السؤال ده كان مكتوب لك والله، يعني سبحان الله كده، سبحان الله سبحان الله. هو ايه؟ انا قايل لي طب تسال سؤال الضيف اللي جاي. والله انت حطيتني تحت ضغط كبير قوي لما سالتني، قلت لي انت بتقشر، فقعدت انا هسال اقول ايه. تسال سؤال. والله بص، يعني مش عايز اسال سؤال اضغط على الشخص التاني. اضغط احنا بنحب نضغط. زي ما انت عايز يعني. لا بالعكس، يعني يعني سؤالي هل انت مؤمن ايمان كامل، ولا انت ايمانك ورثته عن ابوك وامك؟ يعني اجتهدت. هل صفرت العداد وقلت ايوه انا امنت بربنا عشان هو ربنا، وامنت بالايا كان بقى دينه او دينها، عشان انا مؤمن 100% مؤمن باللي انت مؤمن بيه ده، ولا هم قالوا لي مساء الخير انت معانا في الحته دي؟ هل سالت نفسك هذا السؤال؟ هل حلو ده؟ بقول لي الاجابه بقى. ماشي. ده انا بص هيفرمني. فكرتني بيه الحلقه ما قفلهاش بيها دي. اقول لك مين يا عم اللي انت جايبه اللي بيسالني الاسئله دي؟ والله ما عايز اقفل الحلقه والله. يعني لكل كل حاجه نهايه. بص، الكلام لما بتتكلم على اجمل شيء، خلي بالك احنا النهارده الكلام اللي احنا قلناه ده تاكد ان ده نوع من انواع الذكر، وربنا قال ان الناس اللي بتذكر ربنا ليها مقام وملائكه يعني تستغفر لينا، وده يعني يقول لك انت لما تذكر ربنا في ملأ يذكرك في ملأ اكبر من الملأ انت فيه. فانت عايز ايه احسن من كده؟ عايز ايه؟ ان هو يقول شادي شريف وحسن الشعباني. بقول لك ايه بقى؟ ما بقول لك انا بحاول بقى ايه الم بقى، وانت لما بينا بتلم بقى اللي هو طب بص يا جماعه انا مزنوق. استثمار. هو ليه الاستثمار في 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 في, في العقارات والمش عارف والبتاع؟ هو استثمر في الحاجه اللي هتقعد لك بقى الخلود. صح. حبك والله انا كمان. حبيبي يا دودي. حبيبي يا حسن. شكرا لكل واحد كمل معانا للآخر. يا رب تكون الحلقة دي سبب ان كل واحد فينا يبتدي يفكر ولو للحظة ربنا خلقنا ليه وقد ايه احنا مختلفين مهما كنا نبان شبه بعض. ربنا خلق كل واحد فينا ومعاه هدايا غير اي حد. حرام نعيش من غير ما نعرفها، نستفيد منها ونفيد اللي حوالينا.